ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في البارت ده ان شاء الله احنا هنخلص السؤال السادس، اللي هو هيكون بيسألك على ان هو جايب لك سيل تحت الميكروسكوب، او جايب لك الخلية دي مش شرط تكون تحت الميكروسكوب، ممكن يكون عارضها لك على السلايد بتاعت اللاب، بتاعت البروجيكتور يعني بتاعت المدرسة عندك. وان هو هيطلب منك ان انت ترسم اللي انت شفته، او ان انت تعمل مقارنة. وده هيبقى السؤال السادس والسابع. في السؤال السادس هيطلب منك ان انت تعمل مقارنة، في السؤال السابع هيطلب منك ان انت ترسم. عايزين نركز في السؤال ده، وانا حبيت ان انا اعمله فيديو واحد في فيديو لوحده، لان هو حقيقي السلايدز دي من الحاجات قوي اللي بتلخبط. طيب، عايزه اعرفك على حاجه. انا حاليا جايبه لك السلايدز اللي هي كانت موجوده على ايامي. انا من الناس اللي بتحب تحتفظ يعني بكل الحاجات. فانا جايبه لك السلايدز بتاعت المدرسه، وهي كانت سلايدز واضحه قوي ونظيفه. في سلايدز اللي انتوا بعتوها لي دلوقتي، يعني نو اوفنس، بس هي صراحه شكلها وحش. يعني انا مش عارفه ليه هي مش واضحه. يعني مش عشان انتوا وحشين، لا، انا بتكلم ان عموما واضح ان جوده السيلز ذات نفسها قلت. فهي السيلز صراحه مش عجباني، يعني انا هتكلم بالامانه يعني. طيب، سيبك بقى من عجباني ومش عجباني. انت شوف المدرسه بتاعتك كانت جايبه لك كانت جايبه لك ايه تحت الميكروسكوب. يعني انت المفروض ان انت هتشوف الحاجات دي. هتشوف الكاردياك ماسل، وسموث ماسل، وسكيلتال ماسل، كده الثلاث انواع بتوع الماسلز، تمام. ومن ناحيه البون هيبقى عندك، او خلينا ماشي، هيبقى من ناحيه البون هيبقى عندك البون، وفي عندك دنس بون، وفي عندك سبونج بون، وفي عندك الريد بون ميرو، وفي عندك الهايلاين، في عندك الهايلاين كارتلج. بعد كده من ناحيه الجهاز العصبي او النيرفس سيستم هيبقى عندك نيرف سيل هيوريها لك، في تي اس اوف ذا برين، قطعه من البرين. وممكن برضو يوري لك السباينال كورد. المفروض ان انت كل الحاجات دي تبقى انت عارف تفرق ما بينهم، وتبقى عارف السيل كاركترستكس بتاعتهم، وتبقى كمان عارف اللوكيشن بتاعهم. وفي حاجات من دول هنرسمها، وفي حاجات تانية لا. المهم ان انت كل ده تكون عارف عنه المعلومات دي، والجزء ده اكتر جزء هيحتاج مذاكرة. فحاول ان انت ايه تدرب ايديك فيه عبال ما يجي ميعاد الامتحان. وسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. انا هوري لك الاول السيلز تحت الميكروسكوب، سواء السيلز اللي انا يعني كنا عاملينها ايامنا، او السيل اللي هي بتاعتك انت. انا يعني براحتك. وانت لو مش دي السيلز اللي موجوده عندك في المدرسه، شوف السلايدز اللي عندك في المدرسه. اكيد يعني حد منكم هيكون صور السلايدز اللي عندك انت في المدرسه. وده اللي انت تحاول تحفظ شكلها. ليه؟ انا دلوقتي بوري لك السلايدز. انت هتخش على المعمل، وهيبقى عندك الميكروسكوب. هتبص على الميكروسكوب، مش هتحركه، مش هتعمل اي حاجه، مجرد هتبص حرفيا هي دقيقه. فحاول ان انت ما تافورش، عشان المدرسين بيبقى للاسف خلقهم ضيق، وبيحاولوا ان هم يضغطوكم عشان يوريكم حياه الدكاتره. فانت تبص على السلايد. فانت بنسبه كبيره لازم تكون حافظها او شفتها قبل كده، ولو فيها اي تغيير انت هتتلخبط. مش عشان انت مش عشان انت وحش، لا، بس عشان يعني عموما الهيستولوجي او التعرف على على السيلز تحت الميكروسكوب علم حرفيا. يعني احنا بنتعامل معاه غلط في مصر. هو بيجيب لك سلايد، وانت بقى المفروض بقى كلهم لونهم احمر، كلهم لونهم بينك، وانت بقى المفروض تتعرف هي دي من المخ ولا من الدراع ولا من ايه. فده بحد ذاتها حاجه بتلخبط. فانت حاول تحفظ السلايدز اللي عندك انت في المدرسه، بحيث ان دي لما تشوفها تعرفها على طول. تمام. تمام. نمسك اول واحده خالص، النيرف سيل او النيرف تيشو. المفروض النيرف سيل او النيرف تيشو اللي هي بيكون شكلها اللي احنا شفناها دي، اللي هي بيكون عندها سيل بادي وعندها اكزون والخ. كده كده هكلمك على كاركترستكس دلوقتي. بس اللي انا عايزاك تبقى عارفه ان السيل اللي بالمنظر ده هي بيكون شكلها ايه تحت الميكروسكوب. مبدئيا هي ممكن يكون شكلها بالمنظر ده، اللي هي المنظر اللي في النص ده، فاهماني؟ لو المنظر اللي في النص ده انا مش عارفه الصراحه هو بيعبر عن ايه، بس تقريبا نيرف تيشو. مفروض ان الشكل اليمين والشمال، اللي هم الاشكال اللي هنا دول، ده الشكل بتاع النيرف سيل او نيرف تيشو، اللي هو تبتدي ان انت تلاحظ جواها شويه كاركترستكس يعني. بس عموما يعني يعني انت تبص على كل الاشكال وفي الاخر هتعرف تميزها. الشكل اللي انتوا بعتوه لي النيرف سيل او النيرف تيشو كان هي شكلها عامله كده، كانت عامله كده زي متوازي المستطيلات ده، ولا شبه المنحرف ده، مش عارفه اسمه ايه. المهم يعني ان هي كان شكلها بالمنظر ده. حاول انت تتعلم كل حاجه بطريقه. ماشي، هي ما بتتحفظش غير كده. اوكي. لو انت عندك السلايدز اللي على اليمين او اللي على الشمال، فانت تكون واخد بالك ان هي بتكون السيل لونها بينك عادي، وجواها سيل لونها خفيف اكتر من البينك. وهي بتكون يعني ايه، عامله شكل شويه كده. تمام. طيب، بعد كده عندنا التي اس اوف ذا برين. التي اس اوف ذا برين ده اللي هو ايه؟ التي اس اوف ذا برين يعني هو جايب لك قطعه من البرين. على ايامنا احنا كنا احنا بنقول ان ده ترانسفيرس سيكشن، او تي اس اوف رابت برين، اللي هو مخ ارنب. كان على ايامنا احنا مخ ارنب. انا بقى مش عارفه انت هيبقى عندك ايه دلوقتي. طب هو بيبقى شكله عامل ازاي؟ مفروض ان ده بيبقى شكله اللي هو شكل على اليمين او شكل على الشمال، بيبقى حرفيا فعلا باين قوي ان هو مخ. اللي هو بتبقى انت يعني شايف الاعوجاجات اللي بتكون جوه المخ ده، فعلا بتكون واضحه جدا. الصور اللي انتوا بعتوها لي كانت هو الشكل اللي في النص ده، اللي هو بتكون يعني برضو هي فيها اعوجاج، بس هو عشان مقربها شويه زياده عن اللزوم فهي مش باينه.
لو هيبقى عندك مساحة ان انت تبعد شوية وتقرب بحيث تشوف الصورة بشكل اوضح يبقى يا ريت. تمام، هقول لك على طريقة تانية تحفظ بيها او تعرفهم بيها، بس نخلصهم بس بعد كده هقول لك اللي انت عايزه. فهو تي اس اوف ذا برين برضه هتلاحظ ان هي حتة لحمة، مش هتلاحظ قوي ان هي فيها ستريشنز مثلا، ما فيهاش اي ايه، اي اي شرايط او اي حاجة، هي عادي يعني. انت هتحس ان هي رايحة جاية، وهتحس ان هو ايه، انت مثلا في مسار من هنا، فالمسار ده تقدر ان انت تخرج منه، او ممكن ان انت تكمل كده، يعني انت تحس ان كأن في مسارات داخلية. ده كده ايه، ده كده تي اس اوف رابت برين او برين، شوف انت المدرسة عندك قايله لك ايه. تمام. بعد كده هيكون عندنا السباينال كورد. المفروض السباينال كورد بيبقى شكله شبه الفراشه، اللي هو الشكل اللي على الشمال ده، وبرده الشكل اللي على اليمين ده برده شكله شبه فراشه، بس جوده الصوره هنا اقل شويه، او الصبغه اللي هم مستخدمينها هنا ضعيفه شويه، فهي مش باينه، فهي شبه الفراشه. بس عموما السباينال كورد من اسهل الحاجات اللي انت تقدر تتعرف عليها، هي فعلا بتبقى فيه كده زي خرم في النص، وهتحس ان هو ايه، هي الخرم اهو، في فتحه كده في النص، وهتلاقي ان هو عامله كده زي الفراشه، فعلا شبه الفراشه قوي. ده كده السباينال كورد. في مدرسه تانية بعتت لي اللي هي الصوره دي، اللي هي كانت بالمنظر ده، برضو فيها فتحه في النص، وبس هي يعني هي شكلها مختلف شويه، لان هي على شكل دوريه، وتحس ان هي ايه، يعني حواليها زي خيط كده رايح جاي عليها، بس هي المميز فيها ان هي فيها دايره في النص او خيط في النص، فتحه يعني كده في النص، فده كده تعرف منه ان هو ده السباينال كورد. طبعا يعني هي احسن حاجه تشوف بيها السباينال كورد هي الصوره اللي على الشمال دي، اللي هي الفراشه، بس لو ما جابلكش دي تبقى جاب لك الاثنين التانيين، هتعرفهم من الفتحه اللي موجوده جواها. تمام. سيبنا من المسلز، انا بس عايزه اخلص كل الحاجات اللي ليها علاقه بالنيرفس سيستم، نقارن ما بينهم بعد كده ايه، نروح. تمام. ادي كده عندنا النيرفس سيستم، تبقى انت متعرف على شكل السلايدز بتاعتك. بص يا سيدي، بص يا سيدي، فين اهي، ده نيرف سيل. هتلاقي ان هي ممكن يكون البتاع ذات نفسها بيكون لونها بينك شويه، او بيكون لونها احمر شويه، وهتحس ان هي متجمعه كده في هيئه دايره. تمام. هقول لك يعني، هقول لك الكلام ده مفيد في ايه لما نخلصهم كلهم، اقارن لك ما بينهم كلهم، هتلاقي ان الموضوع اسهل يعني. فالنيرف سيل بتبقى في شويه لونها بينك كده، وبتحس ان هي في شكل دايره، وبتحس ان الدايره دي كده ايه، يعني مليانه من جوه مش فاضيه. تمام. ده كده بيكون شكل السلايد ذات نفس اللي هي السلايد ذات نفسها قبل ما تتحط تحت الميكروسكوب. طيب السباينال كورد، فين السباينال كورد؟ دي نيرف سيل برضو، بس شكلها عينة شوية، او يعني الصبغة بتاعتها عفنت. ماشي، السباينال كورد مش موجود هنا. اوكي. فده كده النيرف سيل، وده بيكون شكلها، ولو انت عندك شكل السباينال كورد عندك في المدرسة برضو هاته. طيب تمام، كلام جميل. عايزين نقارن ما بينهم. طبعا لو انت جيت فتحت السلايدز الاصليه هتلاقي فيه كلام كتير قوي مكتوب عن كل واحده. عايزين بس كده ايه، نفتكر هو هنا هيسالك على ايه. قال لك يا سيدي انا لما هجيب لك حاجات هخليك تقارن ما بين اللوكيشن بتاعهم والسيل كاركترستكس. طيب نبقى متفقين على حاجه، هو في الغالب لما هيجي يجيب لك مش هيجيب لك الاثنين من النيرفس سيستم، او الاثنين من الماسكولار سيستم، او الاثنين من السكيلتال سيستم. في الغالب هينوع لك، هيجيب لك مثلا حاجه من النيرفس وحاجه من السكيلتال. بس في الغالب الماسكيلر والسكيلتال هيكون جايب لك الاثنين من نفس النوع، لان هو اساسا ما بينهم مقارنات. بس صعب ان هو يخليك مثلا تقارن ما بين النيرف سيل والسباينال كورد، يعني مش مربطه قوي. طيب هو تعالوا كده نعرف الفروقات، او نعرف شويه معلومات وبعد كده هنفتكرهم. النيرف سيل يا ولاد، كانت ايه الحاجات المميزه في النيرفس في النيرفس سيل او النيورون يعني؟ فانت هيكون عندك النيورون اللي انت عارفه، ان هو بيكون الكاركترستكس بتاعته ان هو بيكون عنده سيل بودي، وبيكون جواها النيوكليوس، وبيكون طالع منها دندرايتس، والدندرايتس دي بتبقى هي بتريسيف السيجنالز من اذر سيلز. ده لو انت مش هيطلب منك رسمه، احيانا ممكن يطلب منك الكلام عادي. وهيبقى عندنا انا اجيب لك السيل عشان تبقى انت فاهم انا بتكلم في ايه، تبقى مركز يعني انا بربط في ايه. تمام. ادي كده النيورون سيل اللي هي موجوده، هعلمك ازاي يعني، هراجع على رسمها، نخلص بس الاساسيات وبعد كده هراجع لك على رسمها. وبعد كده احنا بيكون عندنا جواها النيورون اللي بيكون جواه الجينيتك ماتيريال، وطالع منها دندرايت اللي بتريسيف السيجنال من اذر سيلز. وبيكون عندها اللونج اكسون. الاكسون ده ممكن يبقى لونج، ممكن يبقى شورت، وممكن ان هو بيمتد من مسافه طويله قوي، وده بيساعد ان هو بينقل النيورال سيجنالز بشكل سريع. طيب احيانا الاكسون بيكون حواليه شوان سيلز. الشوان سيلز دي بتبقى ايه اهميتها؟ ان هي بتنقل السيجنال او الالكتريكال سيجنال بشكل اسرع. فاحنا عندنا نوعين من بص اكتب كل حاجه تفكرها، بس في نفس الوقت اكتب الكاركترستكس. تبين النيورون دي بتكون موجوده فين؟ النيورون دي بتكون موجوده في كل جسمنا. ممكن يكون عندنا كذا نوع من انواع النيورون، ممكن يكون عندنا موتور نيورون، ممكن يكون عندنا سنسوري نيورون، ممكن يكون عندنا موتور وسنسوري وايه تاني، آه
كان عندنا كتير، بس هو الاساس يعني الموتور والسنسور. فاحنا مثلا ممكن يكون عندنا موتور نيورون زي اللي هو موجود متصل بالسكيلتال ماسلز بتاعتنا، وفي عندنا سنسوري نيورون اللي هو هيكون متصل بالاماكن اللي هي انت المفروض تحس بيها بالتاتش او بالبين او بالتمبرتشر والخ. اي معلومه فاكرها اكتبها. وفي اخر النيورون احنا بيكون عندنا حاجه اسمها ساينابتيك تيرمينال. الساينابتيك تيرمينال دي هي بتنقل الاشاره العصبيه او بتنقل الكيميكال سيجنال او الالكتريكال سيجنال لانذر نيورون او انذر سيل. ماشي. ده لو هو سألك عن الكاركترستكس الأساسية. طبعا في حاجات زي اكزون اوف هيلوك، بس مش هتكتبه يعني قوي لو انت لو سألك على كتابة، لان هو ما فيهوش حاجة مميزة. طب يا باي انا مش متخيل قوي الامتحان هيجي لي ازاي. حاضر هوريك. بص يا سيدي، اهي هيكون جايبه لك بالشكل ده. عندك كتابة قد كده، يقول لك سلايد نمبر 2. ده ايه اللوكيشن بتاعها. طبعا انت هتقوم كاتب فوق كده، هتقوم كاتب فوق في المسافه اللي فوق دي، هتقوم كاتب ان ده مثلا نيرف سيل او اي حاجه انت اكتب تعرفها فوق. هنا بقى تقوم كاتب اللوكيشن بتاعها، مثلا في البرين، في السباينال كورد مثلا. لو هو جايب لك يعني اكتب بقى اي حاجه اللي هي موجوده في النيرفس سيستم بتاعك بشكل عام. طيب مثلا سيل كاركترستيك اللي احنا بقى لسه بنقوله، ان هي السيل بيبقى عندها لونج اكسون، بتعمل كده سهم ان هو بيساعدها في نقل السيجنالز من مكان للتاني. مثلا بيكون عندها دنترويدز بتريسيف السيجنالز. مثلا عندها شوان سيل بتساعد في الالكتريكال سيجنال تتنقل بشكل اسرع. مثلا عندها ساينابتيك تيرمينال بتنقل الكيميكال سيجنال او الالكتريكال سيجنال من سيل لسيل تانية. وعندك برضو ايه تاني؟ عندك اللي احنا قلنا الشوان سيلز والنودز فرانفير، مش قضيه قوي. تمام. فتكتب اي حاجه. طبعا انت مش تكتب قصه حياتك، فانت لازم تكتب اهم النقط. فمثلا هي عندها اكزون، لونج اكزون، هي عندها سينابتيك تيرمينال، هي عندها شوان سيل. ما تجيش تكتب لي عندها نيوكليوس. مش ايه ده. ماشي. اوكي. الا لو في فرق ما بينها وما بين السيل التانية في النيوكليوس. يعني هي مثلا عندها نيوكليوس واحده والسيل التانية مثلا عندها مالتي نيوكلييتد. نفتكر الكلام ده في الماسكيولار سيستم. تمام. تقوم انت بقى كاتب اي كلام انت تفتكره، والموضوع ده هيعتمد على مقدار مذاكرتك. انا من رايي ان انت يعني لو الدنيا معاك مزحمه قوي، يعني احفظ من الكلام اللي انا بقوله ده. وهي برضو انا كنت جايباه من السلايدز دي، كان في زمايلكم كانوا مجمعينهم، بس الصراحه مش فاكره قوي مدرسه ايه، بس كتر خيرهم يعني الصراحه. كانوا مجمعين الحاجات في هيئه زي جدول كده، وجايبين كلمتين عن كل حاجه. فده هيبقى اسهل بالنسبه لك ان انت ايه ممكن تحفظ الكلمتين اللي هم هيبقوا جايبينهم، علشان يبقى الموضوع اسهل بالنسبه لك في الحفظ. تمام. تمام. فده كده بالنسبه لمين؟ ده كده بالنسبه للتي اس بتاعت البرين، او بلاش نقول تي اس بتاعت البرين، ممكن نقول ده النيرف سيل. تمام. ده كده النيرف سيل وعرفناها. ممكن بقى لو انت عايز تقعد ترغي، بس هو كده مش هيبقى فيه مساحه للكلام ده. ممكن تقول النيرف سيل دي بيكون ليها انواع، ممكن تبقى اوليجو دندروسايتس، ممكن تبقى استروسايتس، ممكن تبقى جاليال سيل. تقعد ترغي شويه عن كل واحده فيهم. بس يعني ما اعتقدش ان انت هيبقى عندك مساحه وقت لده. الامتحان زي ما انتم شايفين بيبقى طويل شويه، بيبقى فيه شويه يعني الموضوع بيبقى ضيق شويه. كل الكلام ده انت المفروض تعمله في نص ساعه، فالموضوع فعلا ما بيبقاش فيه مساحه. فحاول انك دايما تدور على اهم الحاجات هو اللي تكتبها. تمام. بعد كده مثلا عندنا تي اس اوف ذا برين. ايه اللي مميز تكتبه في التي اس اوف ذا برين؟ ممكن تكتب في التي اس اوف ذا برين، ممكن ان انت تقوم كاتب ان البرين بتاعنا هو بيكون مكون من مثلا الفور برين والميد برين والهند برين. تقعد تقول مثلا البرين اكتر حاجه مميزه فيه السيريبرال كورتكس، والسيريبرال كورتكس ده بيكون مكون من النيورونز. وبعد كده بقى تفضل تتكلم عن النيورونز. ماشي. ممكن تقول بقى حته جراي ماتر ووايت ماتر والكلام ده كله. طيب تعالى بقى نشوف السباينال كورد. السباينال كورد هو ثالث خليه او ثالث سامبل ممكن تجي لك تحت الميكروسكوب في المدرسه، او ممكن يجي لك ان انت تتعرف عليها. الشكل ده ما اعتقدش ان هو هيجيبه لك، بس برضه نتعرف عليه احتياطي عشان لو هو هيجيبه لك. السباينال كورد اتفقنا ان هو بيكون شكله شبه الفراشه، وهو بيكون برضه السامبل بتكون مدوره كده وبتحس انها غامقه شويه، لان السباينال كورد بيبقى يعني هو الصبغه بتخليه ان هو يكون غامق شويه بالشكل ده. طيب المهم لما انت هتبص عليه تحت الميكروسكوب هتحس ان هو شبه الفراشه. طيب لو انت بقى عايز تتكلم على السباينال كورد هتتكلم عليه في ايه؟ انا مش عارفه، هو مش جايبين الكلام اللي انا عايزه اقوله هنا. ماشي. لو انت عايز تتكلم على السباينال كورد فهتقول ان السباينال كورد هو بيكون مسؤول عن كتير من الاوتونوميك عن الاوتونوميك فانكشنز اللي بتكون موجوده في جسمنا. واكتر حاجه تتكلم فيها في السباينال كورد هي حته الريفلكس. حته الايه؟ الريفلكس. ان انت بيكون عندك الريفلكس، ان السباينال كورد بيكون مسؤول عن الريفلكس. وده تعتبر involuntary موفمنت. تمام. عايزه اقول لك ايه تاني؟ انا في معلومه مهمه جدا عايزه اقولها لك على السباينال كورد. ثواني. عشان بس هو اكيد ممكن يجيب لك، او اي نموذج ممكن يجيب دي. آه
في الامتحان. اقول لكم بس على حاجة صغيرة. تمام. لو هو جاب لك مقارنة ما بين البرين والسباينال كورد، فانت لازم تذكر حتة الوايت ماتر والجراي ماتر. الجراي ماتر في البرين بتبقى موجودة بره، والوايت ماتر بتبقى موجودة جوه. طب والجراي ماتر في السباينال كورد بتبقى موجودة فين؟ بتبقى موجودة جوه، والوايت ماتر هي اللي بتكون موجودة بره. الكلام ده طبعا هيفرق وانت بترسم، بس انا بكلمك ان من قبل الرسم لو هو جاب لك مقارنة ما بين السباينال كورد والتي اس اوف ذا برين، تبقى انت لازم هتكتب حاجة زي كده. تمام. في مدرسة قالت ان هم ممكن يسألوهم عن الحتت بتاعة السباينال كورد. ف ايه انا حاساهم معقدين فعلا المواضيع، وهو مش هيجي للدرجة دي يعني. يعني هو الجزء اللي بره ده يعتبر ان هو الوايت ماتر، فهو ده معتبر ده الدورسال كولوم، معتبر ان ده اللاترال كولوم. دورسال يعني الظهر او اللي فوق، لاترال يعني جانبي، انتيريور يعني حاجة في الوش او حاجة موجهة كده. بعد كده عندنا مناطق 4 و5 و6 و7، هي برضو نفس الفكرة، ان هو اللي جوه ده اصلا بيكون اسمه هورن. يعني الحاجة اللي جوه دي بيكون اسمها هورن، اللي هي الجراي ماتر اللي جوه دي اسمها هورن. فاحنا برضو لو هي موجهة لفوق هتبقى دورسال هورن، لو هي موجهة ناحية الجناب هتبقى لاترال هورن، لو هي موجهة ناحية كده سوري كده فهتبقى هي فينترال هورن. فينترال زي انتيريور كده شوية، مش زي بعض قوي يعني، بس يعني ايه، آه يعني بيكون ليهم علاقة شوية في المكان بتاعهم. عندنا رقم 8 ورقم 9، ففي واحدة منهم اللي هي الدورسال روت اللي هي اللي فوق اللي هي ناحية الظهر، واللي تحت هي الفنترال روت. تمام. آه انا مش حاسه قوي ان ده هيجي الصراحه، لان انا ما شفتوش قبل كده جه، هو اصلا ما قالش ان هو هيجي، بس برضو ايه تبقى انت عارفه احتياطي. تمام. فممكن تيجي لو انت هترسمها، وانت ساعتها ممكن تلاقي 2 3 ليبلز تحفظهم وخلاص. ماشي. اوكي. فكده لو احنا عايزين نعرف المعلومات اللي احنا المفروض يعني نجيبها عن النيرفس سيستم، فانت عندك النيرفس سيستم يا سيدي، هيجي لك عليه الأسئلة بالطريقة الآتية. أول حاجة إن هو يجيب لك السيل تحت الميكروسكوب اللي أنت تتعرف عليها، والسيل تحت الميكروسكوب دي أنت هتقوم كاتب معلومات عنها. أول حاجة اللوكيشن بتاعها، وبعد كده هتقوم كاتب الكاركترستكس بتاعتها. فأنت في كل حاجة حاول تكتب أهم الحاجات، ولو عندك وقت يبقى اكتب كل حاجة تانية. وكل مدرسة هتكون قايلة لك على كلمات مفتاحية معينة هي عايزاها. أنا دلوقتي بقول لك على اللي مفروض، بس ممكن المفروض ده بيختلف من مدرسة لمدرسة، مفيش حاجة مدرسة أصح من واحدة. شوف أنت مدرستك قايله لك ان انت تكون كاتب ايه. لو انت بقى مش مظبط يعني او مدرستك ما قالتلكش حاجات معينه، فانت خلاص تكتب من الكلام اللي موجود هنا في السلايدز او الكلام اللي انت حافظه. تمام، اللي هو اللي احنا لسه قايلينه. ارجع عليه لو انت عايز، او انا هرجع لك عليه سريعا. اول حاجه عندنا النيرف سيل، تبتدي ان انت تتكلم على المكونات بتاعه السيلز اللي موجوده جواها. لو جاب لك التي اس اوف ذا برين، فانت تقوم تتكلم ان هو احنا مثلا عندنا البرين هو بيكون مكون. لو انت هتكلم مثلا عن السيربرال كورتكس، ان هو بينقسم لمراحل او لمناطق، انا اسفه، الفرونتال لوب، الفرونتال لوب، البرايتال لوب، الاوكسيبيتال لوب، والتمبورال لوب. وتبتدي تقول مثلا كلمتين عن كل واحده فيهم. مثلا ان البرين بتاعنا بيكون متقسم لتو هيميسفيرز، وبيكونوا متصلين ببعض عن طريق كوربس كولازم والخ. النيرف سيل احنا لسه متفقين ان هو هتتكلم عليها في المكونات بتاعتها، من اول بقى الدندرايتس، الاكزون، الكلام ده كله. بعد كده لو هو جاب لك السباينال كورد، فتبقى انت لو جاب لك مقارنه ما بين السباينال كورد والبرين، فانت لازم تقول ان هنا الجراي ماتر جوه البرين. البرين بيبقى الجراي ماتر فيه حواليه، والوايت ماتر بتبقى جوه. لكن السباينال كورد بتبقى الجراي ماتر هي اللي جوه، والوايت ماتر بتبقى بره. دول طبعا السباينال كورد بيكون موجود ناحيه الفرتبرال كولوم او جوه الفرتبرال كولوم، لكن البرين بتاعنا بيكون موجود جوه الهيد، محفوظ فيه سيريبرو سباينال فلويد. اكتب اي حاجه حرفيا انت عارفها. أه لو قالك النيرف سيل فين، فهي النيرف سيل دي بتبقى موجوده في النيرفس سيستم، سواء هو سباينال كورد او هي في كل الجسم حرفيا. انت ممكن بقى تقول ان النيرفس سيستم تنقسم لحاجتين، عندنا الاوتونوميك نيرفس سيستم وال سوري مش الاوتونوميك، اسمهم ايه، السنترال نيرفس سيستم والبريفرال نيرفس سيستم. فانت بقى ساعتها هتتكلم ان احنا عندنا النيرفس سيستم دي بتكون موجوده في حاجتين. لو سالك على اللوكيشن في السي ان اس والبي ان اس، ما بين قوسين تقوم كاتب اللي هي السنترال نيرفس سيستم والبريفرال نيرفس سيستم. ومثلا لو انت توضح بقى ان السنترال نيرفس سيستم ده اللي هو البرين والسباينال كورد، لكن البريفرال نيرفس سيستم اللي هي الحاجات اللي بتبقى موجوده في الاطراف بتاعتنا. كده يعني ايه، انت كده عرفت كلمتين ثلاثه عن كل واحده فيهم، بحيث ان انت تكتبهم في الامتحان. دي اول طريقه هيسالك بيها عن الخلايا بتاعت النيرفس سيستم. طب ممكن يسالني عليهم ايه تاني؟ ممكن يخليك تتعرف عليها تحت الميكروسكوب، ويخليك ترسمها. ازاي بقى؟ ازاي؟
هو كده كده هيجي لك سؤال رسم، وانا ما اعرفش هيجي لك في ايه، وحتى لو انت كمان مش هتعرف ليه، لان هو الامتحان بيبقى تقريبا 10 موديلز. فانت ما تحاولش تعرف حاجات معينه وما تعرفش الباقي. حرفيا انت عندك يعني احتماليه 1 على مليون ان انت تتوقع الامتحان، لان حرفيا كل حاجه ممكن يسالك فيها بطريقه مختلفه. طيب تعالى بقى نخلص النيرفس سيستم بكل حاجته، برسمه بسلايداته بمعلوماته بكل حاجه، عشان نبقى بس ايه خلصنا الجزء على بعض. فاحنا عندنا 3 حاجات هيبقى مطلوب مني ان انا ارسمها. اول حاجه اللي هي النيرف سيل، تاني حاجه اللي هو السباينال كورد، وما اعتقدش ان هو هيخليك ترسم البرين. ما اعتقدش ان هو يخليك تعمل حاجه زي كده يعني. في رسم عن البرين؟ مفيش، مش منطقي حد يطلب من حد يرسم برين يعني. يعني مش منطقي. تمام. تعالى بقى يا سيدي نعرف لو احنا نرسم النيورون نرسمه ازاي. طيب طبعا الرسم ده قدرات، وانا شخصيا رسمي قدراته وحشه جدا. وانا ما اعرفش انت رسمك حلو ولا وحش، بس انت يعني ايه، حاول انك تمشي الدنيا وتكون موضح الحاجات الاساسيه. احنا على سبيل المثال، انا مش هقدر ارسم بالتفصيل عشان بس عايزين ننجز. فانت هيكون عندك كده، وبعد كده مثلا كده، وبتقوم مطلع حاجه كده، وبتقوم لاممها عليها كده، بعد كده بتقوم عامل حاجه كده، وبعد كده تمدها شويه، وتقوم عامل حاجه كده، وتعمل كده. بعد كده بص يعني تعمل اقواس، تمدها، وتقوم جايب واحده وعامل كده، وهكذا. فكده انا خلاص عندي عملت الاجزون اهو، عملت السيل بودي. معلش انا عارفه ان رسمي زي الزفت، بس معلش ايه يعني، رسم فور داميز بقى وخلاص. اتعاملوا ده يعني ايه الاساسيات بتاعت الرسم وخلاص. تمام. فانا عندي كده هقوم حاطط زي حاجه ناشفه كده جوه، بحيث ان انا ابين يعني ان ده النيوكليس، واحط شويه نقط على اساس ان بقى في كيميكالز جوه، في سيتوبلازم، في اي حاجه. بعد كده عندك الاكزون اهو، تقوم عامل حواليه زي شوان سيل كده، وتسيب مسافة صغنططة. بعد كده تعمل شوان سيل تانية، وتسيب مسافة صغنططة، وهكذا. بعد كده تيجي في الآخر تقوم عامل كده وكده، وتبتدي بقى إن أنت تطلع ساينابتيك تيرمينال اللي هي كده، وتلم. بعد كده تقوم مطلع واحدة تانية، تعمل زي كورة، وتلم. وتطلع واحدة تالتة، تعمل زي كورة، وتلم، وهكذا. طبعا رسم شبه كرة البعبع حرفيا. شبه قوي شلبي سلوفان في شارع المركبية مرعبين المحدودة، شبه اللي هي خطيبة كرة البعبع. سوري سوري، شكلها متخلف قوي الرسم. سوري. تمام. ده حد بيرسم بشكل محترم، وده حد تاني برضه رسم بشكل محترم. ثواني، هي راحت فين اهي. ده طبعا ناس رسمها حلو، مالناس دعوه بيهم، بس انت يعني لو تقدر تعمل كده اعمل. طيب تعالى بقى ان احنا نتعرف على الليبلز. عندنا اول حاجه ده اللي فوق ده اسمه السيل بودي. انا بس اقرب لك اهي. عندنا الجزء اللي فوق ده كله على بعضه سيل بودي، طالع منه دندرايتس. تمام. بعد كده اللي عندنا جوه ده السيتوبلازم، ولو انت عايز تبقى محنك زياده اكتب نيوروبلازم، اللي هو السيتوبلازم اللي موجود جوه النيورون. بعد كده هيبقى عندنا الاكزون. بعد كده عندنا الاكزون اللي هو الطويل ده، او بمعنى اصح بقى ده الاكزون هيلوك اللي هو الرقبه بتاعت الاكزون. ممكن بقى ان انت تشاور على كل ده ان هو ده الاكزون. طيب بعدين هيبقى عندي يعني انت هيبقى عندك اللي هي الشوانسل، وهي بتفرز لي مايلين شيز. فلو انت عايز تفرق ما بينهم، تقل الحته اللي بره وشاور عليها وقول إن دي الشوانسل، والحته اللي جوه اللي هي الملزلزه اللي جوه دي تبقى انت مشاور عليها وتكتب ده مايلين شيز. يعني كأن السيل عماله بتفرز يعني الشوانسل عماله بتفرز في مايلين شيز جواها. وبعد كده تشاور على اي مسافه من المسافات الفاضيه دي تكتب عليها النود اوف رانفير، وفي الاخر دي تقوم كاتب الساينابتيك تيرمينال. ممكن تطلع منهم شويه حاجات كده وتقول ان ده نيورو ترانسميترز. طيب هو انت المفروض لو نسيت اي حاجه من دول هينقصك؟ لا، انت المفروض على الاقل بتبقى كاتب رسم الرسمه كلها صح، وان انت تبقى على الاقل كاتب 3 ل5 ليبلز. بمعنى اصح يعني هو المفروض 3 ليبلز. فانت تكتب كل الليبلز اللي انت فاكرها، بحيث لو لا قدر الله مثلا واحد غلط او واحد تاني مثلا، تبقى انت كده ايه يعني كتبت معظم الحاجات. عندك مثلا ادي نيوكليوس، هتعرف تتصرف. بس يعني ما تختارليش كل الليبلز نيوكليوس وسيتوبلازم، ويعني ما تجيبليش كل الحاجات في حته واحده. حاول ان انت يعني تكون كاتب شويه في الاستراكشر. تمام. فده كده لو احنا هنرسم النيورون. طب لو احنا هنرسم البرين، طبعا احنا مش هنرسم البرين. لو احنا بقى هنرسم السباينال كورد. طيب السباينال كورد احنا بنعمله ازاي؟ احنا بنعمل زي يعني، بص انا هفهمك انا برسمي الحقير بعملها ازاي، وانت بقى ايه تعرف تتصرف مع نفسك. انت انا زي الفراشة. بص يا سيدي، يا رب. بص انا مش، ثواني، تعالى اعملها لك بشكل تاني. انت الاول بتبقى عامل كده زي قلب من فوق، وزي برضو قلب من تحت.
بس تحاول اللي هو اللي تحت مش هيبقى قلب اللي هو سنه رفيع قوي كده، لا تحاول ان هو يكون فيه ديسك شويه، يعني يكون فيه يعني حته شويه كده، حته مستقيمه شويه. تمام. طب وبعدين ببقى انا عامل زي القلب من فوق كده، وبعمل برضو زي القلب ده من الناحيه التانية. طب وبعدين بقلب الورقه وبعمل نفس الحاجه، هعمل كده زي شرطه شويه تكون تخينه، وهقوم عامل واحده من هنا بس هلمها شويه اكتر، وهقوم عامل واحده من هنا بس هلمها اكتر شويه، يعني مش هتبقى مفروده قوي زي القلب اللي فوق ده. طب وبعدين هخليهم يتقابلوا في حته زي المستطيل كده، وهنا برضو كده. طيب تعالى نجرب نرسمها تاني. بص يا سيدي، عندك كده زي قلب وتوسعه شويه، وهنا برضو زي قلب وتوسعه شويه. بعد كده هتيجي من تحت تعمل كده، وهتعمل قلب برضو، يعني هتعمله كده. انا اتلخبطت تقريبا، كان القلب هيبقى المفروض كده، ايوه في حاجه غلط، هي كده. سوري، انا كنت اصلا وانا صغيره كنت بقلب الورق، معلش. كده كده تحاول تلمه شويه، وده كمان تحاول تلمه شويه، وتطلع حاجه كده اللي هما ايه هيتقابلوا فيها يعني. ماشي، معلش على المنظر الحقير ده، معلش استحملوني. كده تمام. وجوه بقى بتقوم انت عامل منظر كده زي الفراشه، اللي هو المنظر ده. طبعا هيطلع مني وحش جدا، فانا بحاول اوريهولك يعني. طيب انا عن نفسي كنت برسمه ازاي، كنت بعمل زي كده كده كده. كنت بعمل واحده تانية زيها الناحيه التانية، بس احاول ايه اكبرها شويه. كنت بخليهم يعني يتقابلوا كده، يعني اي حاجه بحاول ان انا كنت يعني اقضي بيها الغرض. انت طبعا في ناس بتبقى ايديها مرنه شويه في الرسم، فانت عادي يعني ممكن ان انت تعمل كده. في ناس كانت بتعمل حركه تانية ان هي كانت بتعمل كده كده كده، وبعد كده تقوم نازله وتقوم عامله كده كده كده. انا شايفه ان دي احسن يعني. تمام، يعني ما بترسمهمش منفصلين، بتحاول ترسمهم كلهم حته واحده عشان تطلع لك كده زي الفراشه، وتقوم في النص لازم تعمل الدوريه دي. تمام. ايه بقى الليبلز بتاعت السباينال كورد او بتاعت الجزء ده؟ طبعا هتشاور على اللي بره وهتقول وايت ماتر، هتشاور على اللي جوه هتقول جراي ماتر، وهتشاور على الحته اللي في النص دي هتقول عليها سنترال كانال. ويعني لو انت ايه عايز ترسم شويه روتس، فاللي فوق ده هيبقى هو الدورسال روت، واللي في الجنب ده هيبقى هو الفنترال، او اللي تحت يعني هيكون الفنترال روت. تمام. آم، تمام. الدورسال اللي هو عند دماغي فوق، الدورسال عند دماغي فوق. ماشي. الفنترال اللي هو هيبقى تحت بقى. اوكي. ماشي. فده كده طبعا 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 ما تنساش، وانت بعد ما بترسم لازم تقوم كاتب الليبل بتاع الرسمه كلها. يعني مثلا تقوم كاتب ده سباينال كورد، او تكتب ده النيورون او النيرف سيل، وهكذا. شوف انت الاسهل ليك ان انت تكتب ايه. فكده دي الرسمه بتاعه النيرف سيل، ودي الرسمه بتاعه السباينال كورد، وعملنا المقارنه ما بينهم. ويلا بقى نخش على تاني حاجه، وهي الماسكولار الاول. نخش على الماسكولار سيستم، هنتكلم على السكيلتال سيستم وعلى ال وعلى السموث ماسل وعلى الكاردياك ماسل، وهنعمل مقارنة ما بينهم وهنشوف بيترسموا ازاي، وناخد بريك. تاني حاجة يا شباب اللي هي الماسكولار سيستم. هنعمل ايه بقى في الماسكولار سيستم؟ برضو هنعمل نفس الحاجة، هنشوف السلايدز بتاعتهم تحت الميكروسكوب وهنشوف يعني ممكن تعمل ما بينهم مقارنة ازاي، وبعد كده هنشوف بيترسموا ازاي. وبعد كده هيبقى فاضل لنا سكيلتال سيستم، وهنبقى شبه خلصنا ان شاء الله. هيبقى فاضل لنا بس امتحانات السنين اللي فاتت، ويعتبر ان احنا حلينا معظمها يعني، واحنا بنشوف. هيبقى الموضوع سهل باذن الله. عندنا كده السكيلتال ماسل، هي هتتعرف عليها ازاي تحت الميكروسكوب. هي بتكون كده عامله زي شعر كتير كتير، وبتكون بالمنظر ده. في ناس السكيلتال ماسل كان عندها شبه اللي على اليمين، في ناس كان عندها شبه اللي على اللي في النص دي، في ناس كان عندها شبه الشمال. المهم ان انت بتحس ان هي زي شعر كتير كده، وما بيبقاش مرتبط ببعض قوي. خلي بالك ان هو ما بيبقاش مرتبط ببعض قوي، بيبقى يعني ايه، تحس ان هو زي المنظر اللي انت شايفه قدامك كده. وده شكل مميز طبعا قوي عن السباينال كورد والتي اس اوف ذا برين والنيرفس سيل. فانت هتحس ان ان شاء الله مع الوقت السيلز مش صعبه خالص، بالعكس انت تعرف تتعرف عليه. فادي كده السكيلتال ماسل. تمام. في ماسل اسمها ستريتد ماسل، هي مفروض ان الستريتد ماسل هي السكيلتال ماسل، بس هو يعني انا مش عارفه هو مفرق ما بينهم ولا لا. بس يعني واضح ان هو يعني بيقول لك ان في سلايدز مختلفه بيبقى واضح فيها اكتر موضوع الاستريشن. اللي فوق دي برضو يا ولاد سكيلتال ماسل، بس هي متربطه على بعضها، ما لسه ما اتقطعتش. اللي تحت دي بقى سكيلتال ماسل بالشعر بتاعها ده، فالسكيلتال ماسل هنا اتقطعت واتفككت. لكن اللي فوق دي شويه لسه مرتبطه ببعض، بس انت تحس ان في فتحات كتيره كده في النص مش مرتبطه ببعض يعني 100% يعني. تمام. هتفهم قصدي بقى لما نيجي نكمل. بص يا سيدي، ده كده برضو ستريتد ماسل اهي.
ستريتد ماسل، تحس ان هي يعني عضله فيها فتحات كتيره في النص. عايزاك تاخد بالك في الفرق ما بينها وما بين البرين. خلي بالك ان هنا هتحس ان هي ذات نفسها من جوه متقطعه كتير، على عكس البرين. بص، بس والنبي ما تتلخبطش، بص البرين من جوه في فتحات، بس هتحس ان اللي جوه ماسك نفسه، اللي جوه مليان، اللي جوه فيه حاجه. لكن بص في الاستريتد ماسل، بص فيه فتحات وجوه كمان فيه قطعات. ماشي، ما تتلخبطش ما بينهم، ما تتلخبطش ما بين البرين وده. البرين كان فيه فتحات هنا، بس الحته دي كانت مليانه. لكن في الاستريتد ماسل هتحس ان كلها فيها ستريشن كده، وكلها ايه، مليانه، مليانه فتحات. ستريتد ماسل برضه تعتبر نوع من انواع السكيلتال ماسل، يعني هي اساسا تعتبر هي. بص برضه اللي تحت دي ستريتد ماسل، بص في فتحات ومن جوه برضه في فتحات، في كتير اهو. ماشي، دي كده ماسل. تمام. نشوف بقى السموث ماسل. بص يا سيدي، السموث ماسل بجد بتبقى واضح قوي ان هي فعلا حته لحمه. بص، هتحس ان هي كده لون الرئه. بص هتحس ان هي فيها فتحات، بس الفتحات بتبقى رفيعه جدا، وفي نفس الوقت هتحس ان هي مرتبطه ببعضها. بص كده. طب يا بايا، انا دلوقتي هفرق ازاي ده نيرفس سيل ولا ماسل؟ هتاخد بالك بقى من شكل السلايد ذات نفسها من بره. بص كده، عايزه بس انبهك لحاجه، ثواني. النيرفس سيل لما بتبقى محطوطه على السلايد بيبقى شكلها شويه مدور، لكن بص السكيلتال ماسل بتبقى شكلها عامله ازاي، بتبقى شويه مستطيله او طويله. عايزاك تاخد بالك والنبي بس من الفروقات الصغيره دي. تمام. بص بتبقى شويه مستطيله او طويله، بص دي بتبقى شويه عامله شبه المثلث. طبعا الكاردياك ماسل انت اساسا من غير ما تحطها تحت السلايد بتبقى باينه جدا جدا يعني. فانت مش يعني، حاول دايما ان انت ايه تساعد نفسك كده، اللي هو ايه، يعني عندك دي سلايد انت يعني ممكن مش عارف عنها كل حاجه، ابتدي بقى امشي بنظام الاستبعاد. هو الاول دي حاجه تبع النيرفس سيستم ولا حاجه تبع الماسكولار سيستم؟ البون انت مش هتتلخبط فيها، البون بتبقى السلايد بتاعتها لونها بني فمش هتلخبطك. السباينال كورد ممكن السلايد تيجي لونها بني بس تبقى شبه الفراشه. طيب دي حاجه شبه الفراشه شويه، لا، يبقى ده مش سباينال كورد. طيب دي حاجه فيها كده ستريشنز من جوه، طب ستريشنز واللي جوه لحمه مقفوله ولا في فتحات؟ لو لحمه مقفوله يبقى ده كده تي اس اوف ذا برين، ولو هي الصوره بعيده شويه تبتدي ان انت تلاحظ. واساسا التي اس اوف ذا برين، وللاسف هنا مش باين بس يعني ايه، هو مش باين. تمام. طيب هي دلوقتي فيها ستريشنز كتير، تبتدي بقى ان انت ايه تبص كده تحت الميكروسكوب، يا ترى دي سكيلتال ماسل ولا سموث ماسل ولا كاردياك ماسل؟ ستريتد ماسل المفروض هي السكيلتال ماسل، بس انا مش عارفه هو ليه مفرق ما بينهم. فيعني ايه انت تتعامل ان سكيلتال هي ستريتد. المهم، ادي كده عندك، بص، بص السكيلتال او الستريتد. بص السكيلتال عامله كده زي الشعر، بص مميزه قوي بجد. بعد كده عندنا السموث ماسل، هي حرفيا كلها على بعضها عامله زي حته لحمه، والسلايد نفسها بتبقى تحس انها شريطيه شويه كده، تبقى السموث ماسل ذات نفسها بتبقى موجوده على السلايد بشكل طويل شويه. ولو انت قربت هتحس ان هي شبه المصل، يعني هي موجوده في هيئه شعر كده برضو عادي. بس هتلاقي ان هي ايه، لونها بيكون مختلف شويه عن السكيلتال ماسل، بيكون لونها ايه يعني بينكي اكتر شويه من السكيلتال ماسل. السكيلتال ماسل هتحس ان هي ايه، يعني بتبقى غامقه شويه، او بتبقى عامله زي الشعر كده شويه. تمام. فده كده السموث ماسل. نيجي بقى للكاردياك ماسل. الكاردياك ماسل بجد بيبقى شكلها مميز قوي. اولا هي ذات نفسها بيبقى ممكن شكلها مستطيل بزياده، وفي مدارس دول بقى بيبقوا محظوظين، بمعنى محظوظين يعني تبقى السلايد بتاعتهم ذات نفسها بيبقى شكلها كده، بيبقى حرفيا كاردياك ماسل وباين قوي ان هي كاردياك ماسل. يعني هو لو غلطوا، سوري في الكلمه، يبقى غباء يعني، انا اسفه فعلا، بس يعني محدش يغلط في حاجه زي كده لو هي السلايد باينه. ماشي. فاحنا عندنا بقى الكاردياك ماسل هيكون شكلها عامله ازاي؟ قالك هيكون عندها استريشنز، بس انت هتحس ان الاستريشنز كونكتد شويه ببعض. يعني بص، ادي كده ستريشن، وهنا ستريشن، وهنا هتحس ان هي مقفله شويه من النص وجواها ستريشن، وكأن كل ستريشن كأنه متحوط بلحمه، يعني كأن كل ستريشن بتحوط. فده بيكون ايه؟ ده بيكون الكاردياك ماسل. طيب انا اعرفها ازاي؟ اولا انت هتبص على شكل السلايد ذات نفسها، لقيت ان هي مستطيله بالشكل ده فانت هتبقى شاكك بنسبه كبيره ان هي كاردياك ماسل. وبرضه تبص على السلايدز بتاعت مدرستك. طيب انا دلوقتي هبص عليها تحت الميكروسكوب، هلاقي ان هي بالمنظر ده. طبعا الشكل ده قريب زياده عن اللزوم فيبقى صعب شويه ان انت تعرفه، فتحاول ان انت تروح وتيجي، لان حرفيا انا في الامتحان لو مثلا شفت ده ممكن اتلخبط ما بينها وما بين البرين، بالذات ان هي عامله كده، ممكن اتلخبط عادي. فانت حاول ان انت تبقى تبعد شويه بس مش تقدر ان انت تشوف الصوره كامله. بص، بص، بص فاتحه قد ايه. في نفس الوقت هي ذات نفسها جواها ستريتد، يعني فاتحه وجواها هي شخصيا ستريتد، على عكس السموث ماسل. بص كانت السموث ماسل عامله ازاي، كانت حته لحمه كده لونها بينك، وكانت هي ذات نفسها مكونه من شعرايه كده.
لكن الاستريتد السموث ماسل ما بيكونش فيها استريشن كتير. انا بس عايزه انبهك لحاجه، السموث ماسل ما فيهاش استريشنز كتير. يعني ايه استريشن عشان للناس يعني اللي هي الفتحات البيضاء اللي في النص دي. فانت عندك السموث ماسل ما تلخبطكش، بتبقى عباره السلايد مستطيله، وفي نفس الوقت الخلايا ذات نفسها بتبقى لونها بينك بزياده، وما بيبقاش فيها ستريشنز كتير. طب السكيلتال ماسل، بص السكيلتال ماسل شعره باين قوي. طيب قمت انا جيت ولقيت ستريشنز، ولقيت ستريشنز جوه الستريشنز، ولقيت ستريشنز جنب الستريشنز، وحسيت ان الستريشنز كلها كونكتد ببعض، ولقيت ان السيل من بره هي ذات نفسها لا اما شكلها مستطيل بالشكل ده، لا اما شكلها شبه القلب. يبقى دي كده ايه؟ كاردياك ماسل. حاول انك تروح وتيجي بحيث انك تتعرف على السايد بشكل اكتر وتمشي بنظام الاستبعاد. وعايز اقول لك على حاجه، بنسبه كبيره هتخرج من الامتحان شاكك في الاجابات اللي انت مختارها. موضوع السلايدز انا عارفه ان هو بيلخبط شويه، فحاول انك تبص في السلايدز كتير قبل الامتحان، عشان هو ممكن يرخم عليك ويجاوبها بشكل مختلف عشان انت تتلخبط. فانت حاول انك تكون مستعد للخبطه اللي ممكن يلخبطها لك. تمام. حاولت اجيب لكم اشكال كتير اهو، وانتوا ايه تتعرفوا عليها. تمام. نمسك بقى شويه معلومات كده عن كل واحده. السكيلتال ماسل اللي هي فولانتري ماسل. يعني ايه فولانتري ماسل؟ يعني هي بتبقى فولانتري ماسل، بتبقى متصله بالسكيلتال سيستم بتاعك فيا تندونز، فيا تندونز، وبتسمح بالفولانتري موفمنت. طب هي اللوكيشن بتاعها ممكن يكون موجود فين؟ ممكن يكون موجود في في الهيدز، هيدز اسمها ايه دي، هاندز، في الهاندز وفي الليجز. تمام. مش لازم تكتر على نفسك اكتر من كده. طب السكيلتال ماسل بتبقى ايه ايه السيل كاركترستيك بتاعتها؟ السكيلتال ماسل هي بتكون يعني مكونه من يونتس. مش عارفه انا عايزه بس اشوف هو ايه، ايه الكلام اللي هو عايزك تكتبه. م- 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 م. ماشي، انا مش عارفه هو ليه ما قالهاش يعني، بس هي المفروض ان انت تقول ان هي مكونه من يونتس. اليونتس دي ما بين قوسين اللي هم الساكروميرز. والساكروميرز دي هي ايه تاني انا عايزه اقوله لك. الساكروميرز دي هي اليونت اوف موفمنت للمصل، اللي هي بتساعد على الحركه. طيب ايه تاني؟ ايه تاني ممكن تقوله في السكيلتال ماسل والستريتد ماسل؟ ممكن تقول ان هي بتكون مالتي نيوكلييتد. ممكن تقول ان السيل بتبقى مالتي نيوكلييتد، يعني بيبقى فيها اكتر من نيوكليوس، ودي حاجه مميزه جدا فيها. وبيكون هو فيها ستريشنز. تمام. لو انت بقى عايز تتكلم عن السيل كاركترستكس، ماشي، قول ان هي فيها اكتين وميوسين، قول ان هي بيبقى يعني، بس يعني ما تدخلش قوي في حته الميكانيزم عشان في الغالب ممكن تغلط. فانت خلاص اكتفي بالكلمتين دول، ان هي سكيلتال ماسل، فولانتري ماسل، بتبقى متصله بالسكيلتال سيستم فيا التندونز. هي ذات نفسها بتكون مكونه من يونتس اوف، السيل بتاعتها بتكون مكونه من يونتس اللي هم اسمهم الساكرومير. الساكروميرز دول بيكون فيهم اكتين وميوسين، والسيل بتاعتهم بتبقى مالتي نيوكلييتد، بيبقى فيها اكتر من نيوكليوس، وهي بتبقى ستريتد شويه، او بتبقى اللي هي شبه اللاينز او شبه الخيوط. ده لو احنا بنتكلم على السكيلتال ماسل. المفروض الاستريتد ماسل هيبقى عليها نفس الكلام، لان هي اساسا السكيلتال ماسل اسم تاني ليها هو الاستريتد ماسل. المفروض ان هما الاثنين نفس الحاجه يعني. طيب الاستريتد ماسل او السكيلتال ماسل برضو هو نفس الكلام تاني. ده برضو الاشكال اللي احنا لسه شايفينها اهي، لو الشكل ده والشكل ده. و الساكرومير يعتبر هو الفانكشنال يونت وبس. ده كده لو انت هتكتب كلمتين عن السكيلتال ماسل. طب نيجي بقى لتاني حاجه اللي هي السموث ماسل. السموث ماسل لو انت عايز تتكلم عنها فهتقول ايه؟ تقول اول حاجه ان هي ان فولانتري ماسل. طيب بتبقى موجوده فين؟ موجوده في الانترنال اورجانز، اي جي، او على سبيل المثال موجوده في الاستومك، في اليوترس، في البلادر، في اي حاجه بقى في الانترنال اورجانز تفتكرها. ماشي، في الاسوفيجاس، في الانتستنس، في البرونكاي، او اللي هي الحته اللي موجوده في الرئه دي، في اليوريثرا. اللي انت تفتكره اكتبه. تمام. ايه تاني؟ مفروض ان السموث ماسل دي هي بتكون انفولانتري، وبيكون بيتحكم فيها الاوتونوميك نيرفس سيستم. بيكون مميز فيها ان هي يعني ما بيكونش عندها ستريشنز كتير. وايه تاني؟ ايه تاني مميز في السموث ماسل يا شباب؟ انا بحاول والله اجمع لك حاجات كتيره، وفي نفس الوقت ما اجمعلكش حاجات كتيره عشان تفتكر كلام ان انت تكتبه. ماشي. فلو احنا ثواني كده، حاول بس اجيب لك اي كلام كده يبقى سهل ان انت تكتبه. تمام. زي ما قلنا كده مفيش حاجه جديده، ان هما بيبقوا يوني نيوكلييتد، عندهم نيوكليوس واحده. لو احنا نفرق ان السكيلتال ماسل بتبقى مالتي نيوكلييتد، لكن السموث ماسل بتبقى يوني نيوكلييتد. طبعا ان هي بتغطي الانترنال اورجانز، انفولانتري ما بين قوسين بيتحكم فيها الاوتونوميك نيرفس سيستم، مفيش ونون ستريتد.
ده كده اللي هو السموث ماسل. بعد كده نيجي لاخر حاجه اللي هي الكاردياك ماسل. الكاردياك ماسل حرفيا انت هيبقى عندك فيها ان شاء الله كلام كتير جدا. مبدئيا ان الكاردياك ماسل هي اولا بتبقى بص، هي اهم حاجه في الكاردياك ماسل اللي انا هقوله دلوقتي، الباقي ده مش لازم تكتبه قوي. اهم حاجه في الكاردياك ماسل ان هي intercalated disk بيخليهم انتر كونكتد ببعض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك الكاردياك ماسل هي دلوقتي محتاجه ان هما كلهم يدقوا، كل القلب يعني يكون بيدق مع بعض في نفس الوقت. ما ينفعش يكون حته بتدق وحته لا، فلازم يكون القلب متناغم في الحركه بتاعته. فلازم الاشاره العصبيه اللي هتوصل في حته تكون واصله في كل القلب في نفس الوقت. فاهم حاجه في الكاردياك ماسل ان هي بيكون عندها انتركليتد ديسك. الانتركليتد ديسك دي اللي هي بتكون موجوده في الكاردياك ماسل علشان تخلي ان هي تكون في كونكشن، او في في انتر كونكشن ما بين الماسكولار سيلز، وبيخلي ان هو الكونتراكشن يكون efficient، وفي نفس الوقت الريلاكسيشن او اللي هو يعني اسمها ايه، اللي هي مرحله ان القلب يتملي بالدم، تكون برضو efficient. تمام، دي كده اهم حاجه هتبقى محتاج ان انت تقولها. طيب ممكن تقول ايه تاني في الانتركاليتد ديسك؟ ممكن تقول ان هي بتكون ستريتد. ممكن تقول برضو ان هي بيكون عندها جاب جانكشن ما بين السيلز بتاعتها. الجاب جانكشن دي بتبقى حاجه كده ما بين السيلز بتربطهم كويس قوي في بعض، بحيث ان هي تخليهم يكونوا يعني متقفشين كده كويس في بعض. فلو دي وصل لها اشاره عصبيه، دي كمان يوصل لها في نفس الوقت، ويبقى الموضوع كويس وسريع. طبعا الكاردياك ماسل اللوكيشن بتاعها في القلب، وهي بتكون مميزه ان هي بيبقى عندها ريزميك موفمنت. يعني ايه ريزميك موفمنت؟ يعني هي يعني عندها حركة منتظمة وما بتقفش. طبعا في كلام تاني انت ممكن ان انت تقوله، بس ده اهم الكلام اللي انا بقولك عليه دلوقتي. بقية الكلام مش لازم قوي ان انت تقوله. طبعا الكاردياك ماسل مش محتاج اقول ان هي involuntary، وبيتحكم فيها برضو الاوتونوميك نيرفس سيستم. ده كده اهم الفروقات ما بين السكيلتال ماسل والسموث ماسل كاردياك ماسل. عايز انت بقى تروح للسيشن الاصليه وتبتدي ان انت تراجع عليهم وتراجع على المعلومات الرئيسيه، انا مش هيبقى عندي مانع، وده طبعا هيبقى حاجه كويسه، بس انا بكلمك على اساس ان انت مش هيبقى عندك وقت. تمام، تعالى بقى نشوف هما بيترسموا ازاي. هنا الرسم، اين؟ اوكي، اهو. السكيلتال ماسل والكاردياك ماسل والسموث ماسل من اكتر الحاجات المتوقع ان هو هيجي يخليك ترسمها في الامتحان. فانت خلي بالك عشان فعلا نسبه ان انت ترسمها نسبه مش قليله. بص يا سيدي، دي جاز طريقه للرسم. ده كده طريقه اللي هي السكيلتال ماسل والسموث ماسل والكاردياك ماسل. ودي طريقه تانية ان انت ترسمهم بيها، تقريبا هما الاثنين نفس الحاجه، في فرق بس في طريقه الرسم بتاع كل واحد. طيب بص يا سيدي، احنا بنرسم ال السكيلتال ماسل ازاي؟ السكيلتال ماسل بيبقى رسمها بسيط خالص. احنا قلنا اتفقنا ان السكيلتال ماسل بتاعتنا بتبقى عباره عن يونتس اوف ساكرومير. فانت المفروض ان انت هترسم واحده كده، وهتخلي في حته تكون غامقه كده، يعني يكون فيها ستريتد كده، وحته تكون يعني ايه هاديه الدنيا فيها شويه، وحته تانية تكون ستريتد كده، وحته تانية تكون الدنيا فيها هاديه شويه. طب استنى اوري لك الرسمه عشان تبقى انت متخيل انا بتكلم في ايه. اهي حته فيها شخبطه. طبعا الموضوع صعب شويه عشان انا بس برسم باللاب كده. يعني هو المفروض يكون خطوط منفصلة مش متصلة ببعض، اللي هو كده وهكذا. حاول طبعا تخلي الخطوط يعني تكون بتنتهي وبتبتدي عند نفس النقطة. تمام. طيب، وتخلي حتة فاضية أو حتة يكون فيها حبة شخبطة قليلين، وحتة مليانة. دي برضو طريقة تانية في الرسم. خلي الحتة دي فاضية خالص، والحتة دي اللي هي مليانة. طيب ايه اللي انت ممكن تكتبه هنا؟ ممكن تكتب ان ده سكيلتال ماسل، تكتب ما بين قوسين ان هي بتكون ستريتد، وتكتب ان على دي اللي هي الحته الغامقه دي تكتب ان دي الدارك باند، وتكتب على الحته الفاضيه دي ان هي اللايت باند. ده ممكن الليبلز اللي انت تكتبها. لو انت عايز تكتب ليبلز اكتر ماشي، ارجع للسيشن الاصليه واقعد اكتب، بس هو لحد كده هيبقى كفايه قوي يعني. طيب السموث ماسل ممكن ترسمها ازاي؟ السموث الماسل بقى بتبقى سهله شويه. بتعمل كده، يعني تعمل كده زي العيون، ودي برضو كده عين تانية، وبعد كده عين تالتة، وهكذا. يعني تفضل ترسمهم كده فوق بعض بالمنظر ده، اللي هو كده عين فوقيها عين فوقيها عين. هي بتبقى عاملة زي العيون كده شوية، وكل واحدة منهم بيبقى فيها نيوكليوس واحدة بس. لو انت عايز تتحنيك شوية في السكيلتال ماسل، ممكن تعمل اللي هو مالتي نيوكليوس، بحيث ان انت تبين له يعني ان انت فاهم. ولو تكتب كده ما بين قوسين عليهم كده، تشاور عليهم كده وتكتب مالتي نيوكليتد. تمام. نيجي بقى للكاردياك ماسل. الكاردياك ماسل اهم حاجه وانت بترسمها لازم تبين الانترسكاليتد ديسك.
طب الانتركاليتد ديسك دي انا ببينها ازاي؟ بص يا سيدي، الموضوع بسيط جدا. انت الفكره كلها انك مثلا عامل دي كده، تمام؟ مش هنقف بقى كده زي السكيلتال ماسل، لا. هتقوم انت مثلا مطلع واحده كده، واحده كده مثلا، وتقوم تطلع واحده كده، كده مثلا. فانت بتبين ان هما انتركاليتد، بتبين ان هما ايه، يعني نسبيا هما متصلين ببعض. يعني تحسس كده اللي بيصحح لك الرسمه ان انت فاهم ان الكاردياك ماسل هما انتركونكتد. فبص، فين؟ طب الرسمه دي مش موضحه قوي، مش احسن حاجه. اللي هي دي اهي. فين؟ اللي هي دي، هي ثواني، الرسمه دي كده اهي. تمام. فانت دلوقتي رسمت حاجه ورسمت لها فروع، رسمت حاجه تانية ورسمت لها فروع هي كمان. طب ايه اللي المفروض اخد بالي منه وانا برسم؟ اول حاجه ان هي الحته، المسافه بتاعت فرع الشجره دي هي اللي اسمها انتركاليتد ديسك. برضه هتعمل حاجه كده زي السكيلتال ماسل، انت ترسم حته غامقه وتسيب مسافه وحته فاتحه، حته غامقه وتسيب مسافه وحته فاتحه، وبرضه تحط نيوكليوس كده من مكان للتاني. بس يبقى كده الفرق ما بين السموث ماسل بتترسم زي العيون، وفي النص كل واحده هتحط نيوكليوس واحده بس. لو انت عايز تكتب شويه ليبلز فاهو، ممكن تكتب ان ده الساكروبلازم، ممكن تكتب ان دي السنترال نيوكليوس، وان هي ما بين قوسين يوني نيوكلييتد، تكتب ليبل على البتاع ده كله ان ده سموث ماسل. عايز تكتب سكيلتال ماسل فهي بيبقى شعر تحت بعض، وتحاول تخليهم شويه شبه التيوب. يعني حاول تخليهم شويه تيوب، تيوب كده شويه، حاول كده مثلا، كده، وتقفلها كده. وبعد كده تقوم عامل زي حاجات غامقه كده هنا. يا رب نخلص، يا رب. كده وتسيب مسافه وتعمل كده. بجد انا يعني انا كان بيبقى اساسا يعني كنت وقت ما انا كنت برسم كنت بيبقى هنا عليا اقول له الخ. المهم يعني تفضل تعمل كده وتحاول تكون بس المسافات متساويه، وتكتب ان دي وتعمل مثلا هنا كده نيوكليوس، هنا برضو نيوكليوس، تشاور له عليهم تقول ان هي بتبقى ايه، دي نيوكليوس يعني او نيوكليوي. ودي دي الدارك باند ودي اللايت باند. وبعد كده تكتب عليها كلها ان دي رسمه السكيلتال ماسل. بعد كده كاردياك ماسل هنعمل ايه؟ الكاردياك ماسل مش لازم نعملها في شكل تيوب، المهم ان احنا نعملها في شكل ستريشنز. نعمل كده مثلا زي فرع كده، ونقوم يعني ايه كده، وتقفل انت بقى الحته دي كده. فالحته دي كده اللي هي الانتركاليتد ديسك. وبرده تعمل نفس الكلام، تعمل زي رسمه هنا كده وتسيب مسافه، ورسمه هنا كده وتسيب مسافه، وهكذا. وبرده تشاور لهم ده انتركاليتد ديسك، تشاور لهم دي نيوكليس، تشاور لهم دي دارك باند ودي لايت باند. تكتب ما بين قوسين ده كاردياك ماسل، او تكتب يعني على الرسمه ان دي كاردياك ماسل. بعد كده هيبقى عندنا السموث ماسل، بترسمها زي العيون وزي ما احنا لسه متفقين. لو جاب لك رسم مش هيجيب لك مقارنه، تمام؟ بس ممكن يجيب لك ده او ممكن يجيب لك ده، فما تتوقع يعني، ما تقولش بقى ده اكيد هيجيب لي السكيلتال ماسل ارسمها، ولا ممكن يجيب لك حرفيا اي حاجه. عشان انا فاكره كويس قوي ان احنا كنا بنقعد نتوقع، وفي الاخر كل توقعاتنا دي كانت بتترمي في الزباله. فانت ذاكر كل اللي مطلوب منك، ماشي؟ ما تقعدش تقول اه ده مديني دي عشان احفظها، كان هو مش هيسالني فيها. ما بيعملوش كده في ستيم. في امتحان العملي بتاع سنه ثالثه بيحققوا فيه كل املهم، كل حاجه نفسه يسالك فيها بيسالك فيها، ماشي؟ فده كده المسلز. وبكده هيتبقى لنا اخر حاجه اللي هي البونز. هنشوف السلايدز الاتيه، هنشوف البونز والكارتلج. هيبقى عندنا البون، دنس بون، والسبونجي بون، والريد بون مارو. ويبقى عندنا الكارتلج اللي هي الهايلاين كارتلج. مش عارفه هيبقى جايب لك كارتلج تاني ولا لا. هل انا جايبه لك رسمه كارتلج تاني كده؟ هايلاين كارتلج حلو، ما عندكش غير نوع واحد بس من الكارتلج. وبرده نفس الكلام هنرسمها، بس خلي بالك ان بس رسمه العظمه بتبقى يعني صعبه شويه، فلو انت تجيب ورقه او قلم معايا من دلوقتي عشان يعني تشغل ايديك على طول هيبقى افضل. يلا نشوف البون. مبدئيا انت هيبقى عندك في البون تقريبا 5 6 سلايد. تعالى بقى كده نتعرف عليهم بالراحه، وشوف برضو انت مدرستك جايبه لك انهي نوع من انواع السلايدز. اول حاجه اللي هو البون اللي بالمنظر ده، اللي هي شبه السنان كده. مش عارفه الصراحه هما جايبين البون دي منين، بس يعني ايه، يعني هي دي مفروض عظمه. طيب، هي البون ذات نفسها او العظمه كانت مكونه من ايه؟ كانت مكونه من دنس او كومباكت بون، وكانت مكونه من جوه من سبونجي بون. يلا بقى نشوف الكومباكت بون لوحدها والسبونجي بون لوحدها. هو قام جاب لك سلايد فيها دنس بون او اللي هي الكومباكت بون. شكلها عامله ازاي؟ شكلها بالمنظر ده.
طبعا ده منظر حقير جدا. تعالى اوريك المنظر الاحلى. هو ده المفروض شكل الدنس بون او السبونجي بون تحت الميكروسكوب. والله كنا احنا اللي مطلعينها، انا مش عارفه انتوا السلايدز عندكم عامله كده ليه. بس هي يعني ايه، ده المفروض كده شكل الكومباكت بون. بيبقى باين فيها قوي موضوع الاوستيويدز ده، تحس ان هي كده ايه، في دوريه حوالين دوريه، هيبقى لونها بني. طب انا اساسا اعرف ازاي العظمه؟ هتلاقي السلايد بتاعتها بيبقى لونها بني شويه، السلايد بتاعت العظمه بتبقى لونها بني شويه. طيب لو انت مش عارفها تعمل ايه؟ هتبص كده تحت السلايد، هتلاقي المنظر ده. هتلاقي هتحس كده زي العظم، يعني هتحس ان هي حاجه كانه عظم متكسر بالظبط. تحس يعني بس والله منظر مش مميز قوي. بس استنى احاول اجيبه لك بشكل اوضح شويه. يعني هو ده المفروض بيكون شكل الكومباكت بون من بره، بيبقى هي ذات نفسها، السلايد ذات نفسها بيبقى لونها بني شويه او اصفر شويه، المفروض يعني. آه، بس هي شكلها فعلا وحش قوي اهي، اللي هي دي، اللي هي دي كده. يعني تحس ان هي ايه، عامله كده زي حته هدوم مقطعه كده. طيب مفروض ان ده المنظر اللي انتوا تشوفوه. انا مش عارفه انتوا يعني هل في مدرسه شافت الحلاوه دي ولا لا. تمام. فده عموما يعني المفروض ده بيكون شكلها تحت الميكروسكوب، بتكون عباره كده عن دوائر لونها بني بالمنظر اللي انت شايفه ده. والدوائر بقى دي اللي هي بتكون الاوستيويدز اللي جواها فتحه الهارفيجيان كانال. وهنتكلم عن الكلام ده، بس نخلص بس السلايدز بعد كده هنفضل بقى نقارن ما بينهم. يبقى كده اول حاجه، تمام، ده كده البون اللي احنا قلنا اللي هي مكونه من ايه. البون بتبقى من بره دنس او كومباكت بون، وجوه كان بيبقى فيه ايه يا ولاد؟ جوه كان بيكون فيه السبونجي بون. طيب شكلها ايه بقى السبونجي بون اهي؟ مش شكلها حلو قوي يعني. ادي اهو سبونجي بون اهي. اهي كل دول سبونجي بون. بتحس ان انت كده عباره عن في حته لحمه كده، وبيكون جواها في فتحه، والفتحه دي جواها نقط كتير. يعني اهي فتحات وجواها نقط كتير. دي كده اللي هي السبونجي بون، السبونجي بون. طبعا اللي في النص دول الفتحات اللي هي في السبونجي بون، اللي هي رقم واحد ده، اللي هي ده كده الفتحات اللي في السبونجي بون، ده كده تعتبر سبيسز اللي موجوده في البون ميرو. دي كده الفتحات اللي بيكون موجود فيها البون ميرو. مش انت عارف؟ بص يا سيدي، بس عشان تبقى انت فاهمني، ده كده السبونجي بون من بعيد، ومن احنا قربناها فطلع لنا المنظر ده. لو احنا بقى قربنا المنظر ده اكتر هيقوم طالع لي ده. مش احنا كنا فاكرين ان السبونجي بون كان بيبقى فيها البون ميرو اللي بيتعمل جواه الريد بلاد سيل؟ فاكر انت الكلام ده؟ تمام. بعد كده عندنا العظمه اللي هي شبه السنان. بعد كده عندنا العظمه مكونه من كومباكت بون وسبونجي بون. الكومباكت بون كانت شكلها زي حته هدوم مقطعه كده. وبعد كده كان عندنا السبونجي بون اللي بتكون موجوده من جوه، اللي بتكون طريه كده شويه، تلاقي ان هي بالمنظر ده وفيها فتحات كتيره قوي. الفتحات دي هيكون فيها ايه بقى؟ هيكون فيها البون ميرو. كنا احنا قلنا ان البون ميرو في منه نوعين. مين اللي يلزمنا دلوقتي؟ الريد بون ميرو. طب الريد بون ميرو ده اللي هو بيتعمل جواه ايه؟ اللي هو بيتعمل جواه البلاد كومبوننتس، اللي هو الريد بلاد سيل والوايت بلاد سيلز اهو. تعالى بقى نشوف الريد بون ميرو تحت الميكروسكوب. طبعا الريد بون ميرو هيبقى هو نفس العينه بتاعه السبونجي بون يعتبر. يعني بص كده على المنظر اللي تحت ده، تحس ان هي شبه السبونجي بون قوي. ليه؟ لان هي اساسا الريد بون ميرو اساسا موجود جوه السبونجي بون اصلا يعني. ف هي برضو منظرها هتحس ان هي فتحات وجنبها نقط، بس تحس ان هي متقربه شويه زياده. فالمفروض ان المدرسه ما تجيبلكش ريد بون ميرو وسبونجي بون في نفس الوقت. يعني هي المفروض ان انت تكون مميز ما بينهم شويه، او هي مدرسه تفرق لك ما بينهم شويه. بس عموما يعني شكل السلايد بتاعت الريد بون ميرو بيبقى شكلها شويه باين فيها حته انها دوريه وحواليها حاجات. يعني ثواني احاول اوريها لك. بص لو انت ركزت هنا اهي، هتحس ان هي زي دوريه غامقه من بره ومنقطه كده من جوه. فهو يقصد هنا ان ده ريد بون ميرو يعني. بس يعني لو جينا للحق، هو ده حاجه اللي موجوده جوه السبونجي بون، فعشان كده هم شبه بعض شويه. تمام. يبقى احنا كده خدنا لحد دلوقتي العظم اللي هو ايه بقى؟ العظمه اللي هي او العظمه اللي هي البون عادي كده شبه السنان. بعد كده احنا قلنا عندنا كومباكت بون او الدنس بون، وعندنا السبونجي بون. الكومباكت بون اللي هي موجوده من بره شكلها كده حته زي الفنان لما قطعها، او زي المنظر اللي انت شايفه ده المفروض يعني المنظر اللي انت تبقى شايفه. شوف انت السلايدز عندك في المدرسه. بعد كده هيبقى عندنا السبونجي بون، بيكون يعني لونها احمر وفيها دواير كده، والدواير دي فيها نقط. تمام. ده كده شكل السبونجي بون. بعد كده الريد بون ميرو هنحس ان هي شبه الصوره المقربه من السبونجي بون. ليه؟ لان اساسا الريد بون ميرو بيكون موجود جوه السبونجي بون. بعد كده هيكون عندنا ايه بقى؟ بعد كده اخر حاجه هيكون عندنا الكارتلج او الجضاريف يعني. فهو هيكون جايب لك سامبل واحده بس من الجضاريف او الكارتلج، اللي هي مين؟ اللي هي الهايلاين
كارتلج. طب ايه مثال على الهايلاين كارتلج اللي هو دلوقتي احنا هنتدرب عليه؟ الهايلاين كارتلج اللي هي بتكون موجوده في التراكيه هنا، موجوده في التراكيه. تمام. تمام، تعالى بقى ان احنا ايه نقارن ما بينهم ونشوف مين اللي هيترسم ويرخ. اول حاجه، لو هو جه يكلمك عن العظم، فاقول له ان العظم ده هو موجود، بيكون عندنا في كل الجسم، بيكون عندي نوعين من العظم اللي هو الاكزيال سكيلتال سيستم، والاكزيال اللي هو الراس والهيد والفرتبرال كولوم، وبيكون عندنا الابنديكولار سكيلتال سيستم اللي هو بيكون الاطراف. تمام. بعد كده، ده لو هو سألك عن البون وسألك على المكان بتاعها فين او اللوكيشن بتاعها فين. لو هو مثلا سألك على كاركترستكس بتاعتها، فيعني انت ممكن بقى تتكلم ان البون، يعني هتكلم على ايه فعلا الموضوع ممكن تتكلم عن البون فان هي بتكون كونكت هارد كونكتيف تيشو، وان هي بيكون ليها 3 انواع، او البون دي تعتبر ان هي بتكون هارد. افكرك. تمام، البون ده بتكون هارد كونكتيف تيشو، وبتكون مكونة من كومباكت بون في الأوتر، وسبونجي بون جوه. ومفروض البون دي بتتكون منه احنا بيبي مثلا. تعالى كده هرجع لك شوية حاجة في السلايد عشان أفكرك. ماشي، لو انت عايز تفتكر عشان لسه ما ذاكرتش قوي السكيلتال سيستم، فاحنا كان عندنا البونز اللي هي الهارد بارت اوف ذا سكيلتال سيستم، وكانت البونز دي هي يعني اكتر حاجه احنا عارفينها، البونز دي بتكون مكونه من كالسيوم وفوسفات، هي تعتبر ان هي ليفنج ماتر. البونز دي بتساعدنا في الحركه. الكاركترستكس بتاعتها ان هي بتكون مكونه من كومباكت بون وسبونجي بون. مثلا لو انت تقول ان الكومباكت بون بتبقى عباره عن اوستيونز، والسبونجي بون اللي هي بتكون عبارة عن يعني مور لس اسمها ايه، لس كومباكت بون، او اللي هي لس هارد بون، بحيث ان هي ما بيكون فيها سبيسز اكتر. فيعني ادي اهي السلايدز بحيث ان انت ايه تراجع عليها. ماشي، انت كده كده معاك البرزنتيشن. تمام. فده كده لو انت عايز تفتكر الحاجات الاساسيه بتاعت البون. طيب لو احنا بقى عايزين نتكلم على الدنس بون، فالدنس بون لازم بقى ان احنا نتكلم على تفاصيل الاستراكشر بتاعتها. تمام. بص يا سيدي، طب بص عشان الرسمة اللي هنا مش واضحة قوي، تعالى نروح اللي هناك عشان أفكرك بالرسمة. أنت لازم في الدنس بون تبقى أنت بتفهمه. أولا البون لو أنت ناسيها، فالبون كان بيبقى مكونة من دايفايزز اللي هي في النص، وكان بيبقى عندي فوق وتحت الإيبيفايزز أو الإيبيفيزز، وكان بيبقى عندنا من بره الكومباكت بون، وكان بيبقى عندنا من جوه اللي هو السبونجي بون. بعد كده كنا احنا بنقول ان العظمه دي ذات نفسها هتكون مكونه من ايه؟ هتكون مكونه من اوستيونز. ايه بقى هما الاوستيونز دول؟ الاوستيونز اللي هو المنظر اللي انت شايفه قدامك ده، مش عارفه الصوره واضحه ولا لا. اوكي، شوف هنا، نعمل كده عشان تبقى واضحه احسن. تمام. فالاوستيونز اللي هو المنظر اللي انت بتبقى شايفه قدامك ده، مفروض ان هي بتكون اليونتس اللي بتكون موجوده جوه الكومباكت بون. والاوستيونز دي هي بتكون مكونه من اوستيوسايتس بتمنتين البون ستراكشر، وبيكون عندها في النص هارفيجيان كانال اللي هي عشان توصل البلاد والنيوترونز للبلاد للبون. آه... ايه تاني؟ بيكون عندنا اللاكيونا، وعندنا كاناليكيولاي. الكاناليكيولاي دي اللي هي بتوصل ما بين البون سيلز، عشان هما بيكونوا بعاد عن بعض، وعشان الهارفيجيان كانال بتكون في النص بس. ايه تاني يا سيدي عايزه افكرك بيه؟ ايه تاني؟ ماشي، ده الشكل بتاع الاوستيون، واللي في النص دي اسمها هارفيجيان كانال. والحاجات دي اللي هي السيلز دي بيكون اسمهم اوستيوسايت. الاوستيوسايت دول بيوصل لهم الغذاء من خلال الهارفيجيان كانال. طيب السيلز البعيده بيوصل لها ازاي الغذاء؟ بيوصل لها عن طريق قنوات فرعيه، القنوات دي بيكون اسمها كاناليكيولاي. تمام. دي كده الاساسيات خلصت يعني. تعالى بقى نروح للبتاع. فده كده اللي انت المفروض تكون عارفه عن الاوستيون. حاول انت دايما تكون فاكر الاساسيات كلها، او تكون فاكر الاستراكشرز كلها. تمام. ده كده الاوستيون، وقلنا الكاركترستكس بتاعتها، وقلنا ان الدنس بون بتكون موجوده فين. ونوصل بقى لجزء السبونجي بون. السبونجي بون هي ما بتكونش سوليد وهارد زي الكومباكت بون، هي بيكون عندها سبيسز اكتر. السبيسز دي هي بتكون اسمها ترابيكيولار. ثواني، هي بيكون اسمها سبيسز، وما بين السبيسز دي بيكون عندي الترابيكيولاي، دي اللي بتكون ما بين السبونجي بون. السبونجي بون بتبقى جواها هولز كتير، بتكون موجوده جوه البون ذات نفسها، وبتكون فيها سبيسز اللي بيكون موجود جواها الريد بون ميرو، عشان تقدر ان هي تخلي الجسم بتاعي يصنع الريد بلاد سيل. لو احنا دلوقتي هنيجي على الريد بون ميرو، فين الريد بون ميرو؟ فهو الريد بون ميرو هو بيكون المكان
بتاع الفورميشن بتاع الريد بلاد سيل. طب هو اساسا الريد بون ميرو ده بيكون موجود فين؟ الريد بون ميرو ده هيكون موجود فينا احنا كادلت، هيكون موجود في السبونجي بون. طب السبونجي بون بتاعت انهي حاجه؟ اللي هم الاكزيال سكeleton. تمام. برضو البون ميرو، يعني الريد بون ميرو هنلاقيه برضو موجود مش بس في الاكزيال سكeleton، لا هنلاقيه كمان في في اللونج بون. هنلاقي برضو ان هو موجود في اللونج بون، مثال عليها الفيمر او اللي هي عظمه الفخذه. طب هو الريد بون ميرو ده مهم في ايه؟ قال لك مثلا ان هو بيعمل لي الريد بلاد سيلز، وبيعمل لي البلاد سيلز بشكل عام. طيب ايه تاني عايزين نعرفه عنه الريد بون ميرو؟ تمام. دي دلوقتي عينه ريد بون ميرو. بص يا سيدي، ادي اهي عينه للريد بون ميرو. ما اعتقدش ان هو يجي يسالك فيها، بس برضو ايه تعرفها احتياطي وخلاص. ادي كده عينه للريد بون ميرو. ايه ده بقى؟ بص تعالى كده نبتدي بالاسهل. الحاجات اللي لونها اللي هي لونها فاتح دي، اللي هي شبه نقط الزيت دي، دي فات سيلز. الحاجات اللي شبه نقط الزيت دي او اللي هي الفتحات دي ايه؟ دي فات سيلز. طيب تمام. في عندي سيلز بتكون كبيره شويه، لونهم احمر وكبير كده، دول ايه؟ دول ميجا كاريوسايت. دي هتبقى خلايا هتتطور فيما بعد الحاجات في الجهاز المناعي. وفي خلايا بيبقى لونها احمر سقنطوطه كده، ده الريد بلاد سيل. فده كده المكونات بتاعه الريد بون ميرو. طبعا الريد بون ميرو زي ما اتفقنا بيعمل لي ريد بلاد سيلز اللي هم الاريثروسايتس، الوايت بلاد سيلز بكل انواعها بقى، والبليتلتس. طيب اخر حاجه في البون اللي هي مين؟ اللي هو الهايلاين كارتلج. الهايلاين كارتلج ده بدايه كده احنا هنلاقيه فين؟ الهايلاين كارتلج كنا احنا اتفقنا ان احنا هنلاقيه في اماكن كتير، بس يعني اشهر مكان ممكن انت تكتبه اللي هو موجود في التراكيه، اللي هي فتحه او الاوبن بتاعه الاير واي. بتساعد في الاخر ان هو يعني الشخص بتاع مننا يكون قادر ان هو يدخل الهواء، وفي نفس الوقت يكون عنده kind of strength في الرقبه بتاعته. تمام. برضو الهايلاين كارتريج هتكون موجودة في النوز، وهتكون بتكونكت الريبس للسترنم، وفي نفس الوقت هتكون موجودة في كفرنج ارتكيوليتس بتاعت البونز. لو تفتكر ان البون كان بيبقى فيه منها من فوق كده حتة كارتلج، دي كان بنقول الهايلاين كارتلج. تمام. والهايلاين كارتلج دي كنا ادينا لها الاسم ده لان هي بيكون ليها شكل كريستالي شوية وبيكون فيها ملح. تمام. عايزين بقى نعرف التركيب بتاعت الهايلاين كارتلج. فالهايلاين كارتلج عندنا بتكون مكونة من 3 حتت. برضو تعالى نمشي بالأسهل للأصعب. عندنا مين؟ الحتة البيضة دي اللي هي مين؟ الفات سيلز أو الأديبوز سيلز. شوف أنت هتفتكر مين فيهم. تمام. بعد كده عندنا دي كده أديبوز تيشوز اللي بتحوط التراكية مثلا على سبيل المثال. عندي كده بقى في حاجة استريتد بالمنظر ده كده. تمام. وعندي زي كور جوه، وعندي في مسافات ما بين الكور اللي جوه دي. المسافات اللي ما بين الكور اللي جوه ده الماتريكس. دايما الماتريكس اللي هو الماده يعني اللي في النص اللي بتملى المسافات دي. فهي المسافات اللي ما بين الكور دي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها ماتريكس. ماتريكس بتاع مين؟ بتاع الهايلاين كارتلج ماتريكس. واللي بره ده احنا اتفقنا ان هي الفات سيلز. تمام. طب الكور دي هيبقى اسمها ايه؟ الكور دي هيبقى اسمها كوندرو سايتس. كوندرو يعني كارتلج، سايت يعني خليه، فكده خلايا الكارتلج. طيب واللي في النص اتفقنا ما بينها اللي هو ده الماتريكس. طب اللي حواليها ده بيحوطها، فيبقى اسمه بيري كوندريوم. يعني ايه؟ يعني اللي بيحوط الكوندريوم. فاحنا كده هيبقى عندنا ايه؟ عندنا فات سيلز او الاديبوز سيلز، بعد كده عندي البيري كوندريوم، وعندي الكوندروسايتس، وفي المسافات اللي ما بينها عندي ايه؟ عندي فات سوري، عندي ماتريكس او اللي هو كارتلج ماتريكس. تمام. ده كده الكاركترستكس بتاعت الهايلاين كارتلج والشكل بتاعها. طب هي شكلها هيبقى ازاي تحت الميكروسكوب؟ فهي هتبقى عامله كده زي حاجه رفيعه وطويله، وهي ده بيكون شكلها بتكون عامله كده زي الانبوبه، وفي نصها فيه نقط كتير. آه... تمام. اوكي، عايزه بس ايه اراجع لك على نقطتين 3 كده عشان لو انت ناسيهم. بص يا سيدي، راجع لك بس على حاجه في البدايه خالص واحنا بنتكلم على الكارتلج. فلو انت عايز تفرق بس ما بين الكارتلج والبون، خليك فاكر ان الكارتريدج هي سبيشاليزد كونكتيف تيشو بيبقى جواها فايبرز وكولاجين كتير، وبتبقى الاستيك، وده اللي بيخليها ان هي بيكون ليها سبيسيفيك فانكشن عن الفانكشنز بتاعت البرين. وفي نفس الوقت الكارتريدج دي بتكون موجوده ما بين البون عشان تريديوس الفريكشن. لو احنا كده عايزين نراجع على اخر حاجه احنا قلناها، فاحنا عندنا البونز
ممكن يجيب لك البون من بره اللي شبه السنان، ممكن يجيب لك الكومباكت بون اللي هي شبه الفانيلا المقطعه دي، ممكن يجيب لك السبونجي بون اللي هي بتكون يعني تحس ان هي جواها فتحات كتير. السبونجي بون هيبقى الاستراكشر بتاعها شبه شويه الريد بون ميرو، فعشان كده هو ممكن يجيب لك دي او دي. فالريد بون ميرو برضو هيبقى استراكشر كده فيه نقط كتير. الهايلاين كارتلج هتبقى مميزه في ان هي بتكون طويله شويه، وهتحس ان الفات سيلز بتاعتها او النقط البيضاء دي بتكون من بره. بعد كده بيكون عندك اللي هو البيري كوندريوم، بعد كده بيكون عندك الكوندروسايتس، وما بينهم عندك الكارتلج ماتريكس. لو هنتكلم على الوظيفه الاساسيه بتاعت البون، فهي بتكون hard element of the skeletal hard element of the skeletal system، وان هي بتساعد ان احنا مثلا ان احنا نموف، ان احنا نريزيست موفمنت، اي حاجه بقى من اللي انت تفتكرها. والكارتلج اللي هي بتريديوس الفراكشن، وبرده بتكون موجوده عندها فايبرز وكولاجينز كتير، او فايبرز اوف كولاجين كتير، فده بيخليها ان هي تكون الاستيك اكتر منها من البون. البون مارو بقى احنا لسه قايلين الوظائف بتاعته من ناحيه الريد بلاد سيلز والكلام ده كله. وبس كده. تعالى بقى ايه نشوف الرسم بتاعهم ونحل السلايدز بتاعت الامتحانات السنين اللي فاتت وخلاص. تمام. بص يا سيدي بيترسم ازاي. ممكن يجي لك الرسمه بتاعه البون وبتاعه الكارتلج، فبص بترسم كل واحده منهم ازاي. بص من ناحيه البون، فانت هتكون بترسم تي اس ان ذا بون، يعني بترسم ترانسفيرس سيكشن جوه البون. طيب ترانسفيرس سيكشن جوه البون ده اللي هو هيكون مكون من ايه؟ هيكون مكون من اليونت اللي هي اسمها اوستيون، يعني دي كده على بعضها اسمها اوستيون، الدايره دي كده على بعضها اسمها اوستيون. عشان انا حولت السلايدز ولا لا اهي، اسمها اوستيون. طيب الاوستيون دي هتكون مكونه من ايه؟ هتكون مكونه كده من حاجه زي الصراصير متحوطه حواليها. مش لازم ترسمها بالشكل ده قوي، ممكن تعملها كده، مش لازم تلونها من جوه، يعني انت مش هيبقى عندك فراغ في الامتحان. ممكن انت تعملها كده. بصوا انا عن نفسي انا هفهمكم انا كنت بعمل ايه. يعني انا بقول لكم الحقيقه بتاعت شخص بيرسم وحش. انا بالنسبه لي زمان وانا صغيره كنت بعمل الاول زي دايره، مش بعمل زي دايره كده، تمام، وبعمل زي دايره حواليها، تمام، وبرسم دايره في النص. ده اللي انا كنت بعمله اول حاجه. بعد كده كنت باجي على الخطوط دي عشان أنا مش بعرف اظبط ايديا، كنت برسم الاوستيوسايتس، يعني كنت برسم عليها الاوستيوسايت. في ناس بتعرف ترسم من غير يعني من غير ما اكون راسمه الخط، بس انا بالنسبه لي كان بيبقى عندي مشكله شويه في ده. فكنت بعمل كده كده كده، واعمل نفس الكلام ده من بره، واطلع من كل واحده منهم زي شعر كده، وفي كل واحده منهم اعمل كده زي نقطه زي النيوكليوس، كانك بترسم يعني ايه 44 ماشي، وتفضل تعمل الكلام ده. طبعا كان شكلها مقرف جدا بس يعني ايه معلش. وبره برضو كنت بعمل نفس الكلام. واللي جوه دي بقى اللي هي الهارفي، لو انت عندك وقت بقى امسح المسافات اللي جوه دي. اللي جوه دي هي الهارفيجيان كانال. دول اللي هم عاملين زي العناكب، دول اللي هم الاوستيوسايت او اللي هي البون سيلز. وحواليهم ممكن تطلع كده زي شويه شعر او زي اي شويه وصلات كده، بتقول ان دول الكاناليكيولاي. ده كده التي اس ان ذا بون. ممكن تشاور على اي مسافه فاضيه في النص تقول عليها ماتريكس، لو انت ايه افتكرتها يعني. بعد كده عندنا الكارتلج. الكارتلج كانت بتبقى احسن شويه في رسمها. فاحنا الكارتلج كانت هي بتبقى عباره عن ايه؟ كانت هي بتبقى عباره عن لاكيونا موجوده جوه ماتريكس. كانت بتبقى هي عباره عن يعني بيكون هي مكونه من فايبرز كتير. كانت تترسم بقى ازاي؟ ترسم زي اللي انت شايفه ده. بص يا سيدي تعمل ايه. هتقوم عامل الاول حاجه كده مربعه، طبعا ما تعملهاش، اعملها منقطه، بيكون فيها زي نقط نقط ترسمها في الاخر، تمام. هتقوم انت عامل كده، وعندك حل من الاثنين. يا اما تخلي واحده جواها، واحده بس اللي جواها، لا اما تخلي اتنين جواها. فالاتنين دول هتخليهم ازاي؟ هتخلي واحده كده وواحده قصادها كده. طبعا معلش تخنها شويه بس، يعني الاحسن ان انت تعمل كده، ان انت تعمل واحده كده وقصادها واحده كده، دول كده اتنين سل يعني يا شباب. وتقوم حواليهم راسم منظر زي ده كده، وكل واحده منهم تخلي جواها تخلي جواها نقطه. دول كده اللي هم الكارتلج سيل، او اللي هم الكوندروسايت، تمام. وطبعا اللي حواليها ده الماتريكس، واللي حوالين الكارتلاج سيل، يعني الحته اللي حوالينها دي اللاكيونا. وبعد ما تخلص بقى تفضل ترسم كده في شويه نقط فاضيه عشان تفهموا ان ايه، ان انت فاهم يعني ان في ماتريكس، تمام. بقى انا عايز اسالك سؤال، هو احنا ليه مش بنرسم شبه اللي احنا بنشوفه في السلايدز؟ في علم اسمه علم الهيستولوجي، هتاخده ان شاء الله لو انت دخلت اي كليه طبيه صيدله، طب، اي حاجه.
هو العلم بتاع الهيستولوجي ده هو بيعبر عن رسمة الحاجات بطريقة تكون بتعبر عن الفانكشن بتاعتها، وطريقة تكون بتبسط على الشخص ان هو يفهم هي ممكن تكون مكونة من ايه، بس هي ما تبقاش شبه بالظبط اللي انا بشوفه تحت الميكروسكوب، فده العادي يعني. تمام. فده كده الرسم كله يا شباب، والفانكشنز بتاعتهم. اخر حاجة بقى تعالى نشوف امتحانات السنين اللي فاتت كده عشان ايه نجمع الدنيا. مهم. يلا بينا. بسم الله. فأول سؤال هنا بيقول لك ما تمسكش الميكروسكوب، بص بس على الميكروسكوب وشوف التوتال ماجنيفيكيشن باور. فانت تقوم باصص على الميكروسكوب، هتشوف مين العدسه اللي موجهه ناحيه السلايد عندك، وهتقوم باصص عليها. لو هي الاحمر تقرا كده يبقى هي ده اللي تكبيرها 4، لو هي الاصفر اللي تكبيرها 10، لو هي الازرق اللي تكبيرها 40، لو هي الابيض اللي تكبيرها 100. وتبقى انت عارف ان الاوبجكتيف لينس بتاعتك طالما هو سوري، الاوكيولار لينس بتاعتك او الاي لينس التكبير بتاعها 10 طالما هو ما جابلكش سيره. تقوم انت كاتب التوتال ماجنيفيكيشن باور ايكوال ماجنيفيكيشن اوف ذا اوكيولار لينس او الاي بيس مضروبه في الماجنيفيكيشن بتاعه ال الزفته دي اللي هي الاوبجكتيف لينس، وتعوض بالارقام بعد كده تعمل. انا من رايي ان انت تبتدي بالاسئله اللي هتاخد وقت اكتر في الكتابه، ده من رايي يعني، بس انت مش شرط تعمل كده. تمام. نيجي للسؤال التاني. جايب لي الموديل بتاع الودان وبيسالك ايه ده وبيسالك ايه ده. فانا عندي اول حاجه رقم ايه، بيقول لي explain how the structure of the part A labeled A carry out its function. فده كده اللي هي مين دي كده الاوديتوري كانال بتعمل الفانكشن بتاعتها ازاي. قال لك ان هي بتكون عامله زي تيوب بتنقل الصوت من البنه لحد التمبانيك ممبرين، وهي بتكون سلايتلي كيرفد، فبتخلي ان اي واكس عشان ياخد الانفكشس او الانفكشنز او البكتيريا اللي بتكون موجوده في الودان، بتخلي ان هو بيكون الواكس ده بيخرج لبره، وفي نفس الوقت الكيرفنج بتاعها ده بيصعب على اي انسكس ان هي تخش جوه الودان. وفي نفس الوقت المنظر بتاعها ده ان هي بتكون بتضيق مع الوقت، بيكم مور اسمها ايه، ان هي بيحصل لها ناروينج يعني. فهي الناروينج اللي بيحصل لها ده بيخلي ان البريشر جوه الودان يبقى اكبر من البريشر بره الودان، فبيخلي في الاخر ان ايه اللي بيحصل، هم؟ بيخلي ان الصوت اللي بيحصل له امبليفيكيشن. تمام. ده كده ايه. السؤال الثالث what is the function of the port labeled B. البارت labeled B ده ما بين قوسين اللي هو الايوستيكيان تيوب اهو. بتعمل ايه الايوستيكيان تيوب ده؟ الايوستيكيان تيوب دي help in maintaining the normal pressure in the inner ear او in the middle ear، او help in not building up the pressure in the middle ear. يعني هي بتساعد ان ان الودان من جوه ما يتبنيش فيها اي pressure. تمام. ده كده السؤال رقم 3. السؤال رقم 4 using the model of the structure جايب لي كده human eye ومشاور لك على ايه. انا مش شايفه كويس بس تقريبا دي اللينس، هو اكيد دي اللينس، انا مش شايفه كويس بس اعتقد ان هو مشاور يعني على اللينس. تمام. explain what happens if the structure A becomes opaque body. لو اللينس become opaque body، وهنا بيتكلم عن اللينس صح؟ هو اكيد بيتكلم عن اللينس يعني. تمام. لو دلوقتي اللينس بتاعتي، هو خلي بالك انت واخد بالك من حاجه مش عارفه انت واخد بالك منها ولا لا. هو لحد دلوقتي ما قالكش قول لي اسم الحاجه، يعني في ولا سؤال من دول قال لك قول لي الاسم. لحد دلوقتي خش على الفانكشن على طول. فخلي بالك والنبي ان انت تذاكر كويس، والنبي ارجوك توصل اليك ذاكر كويس. تمام. فهو دلوقتي بيقول لك اللينس ايه اللي هيحصل فيها لو الشخص ما بقاش يعني لو بقت اللينس دي بقت اوبيك فالشخص، فانت بقى ما تقولوش بلايندنس، ما تقولوش الشخص هيتعمي، لا اقول له لايت اسمها ايه انا مش عارفه، light refracted from the cornea will not be able to pass from the lens to the sclera. يعني اللينس مش هتسمح بمرور الضوء للسكلرا، فبالتالي no image formed. ما بين قوسين it will lead to blindness يعني بعدين بقى. تمام. طيب انا بس عايزه افهمك حاجه، هي اللينس لما هيبقى لونها اسود هتبقى ايه المشكله؟ اللينس لما هيبقى لونها اسود فهي هتمتص الالوان، في ساعتها لما تمتص الالوان مش هتسمح بمرورهم للسكلرا بتاعت عينيك اللي فيها الرودز والكونز. ماشي. فما تكتبليش بلايندنس، لا ما تكتبش كده، حاول ان انت تكون ايه يعني فاكر شويه. بس هو اوبيك بودي عموما، اوبيك مش معناها لون اسود، اوبيك معناها حاجه مش بتعدي الضوء. ده معناه فتقول ان هي مش هتعدي الضوء الريفراكتد from the cornea للسكلرا. so rods and cones will not be will not يعني will not have any sensory signal. ففي الآخر no image will be formed ما بين قوسين it will lead to blindness. تمام. شوف السؤال اللي بعده. جايب لي المنظر ده
ويقول لي what would happen if part B is damaged. طب برضه زي ما انت شايف ايه، مش بيسألني على اسمه، بس انت تبقى عارف ان ده مين، ده التمبرال لوب اللي عند الودان. طيب ماله بقى التمبرال لوب ده لو اتدمر؟ function of hearing of memorization of ايه تاني، الهيرنج والميمورايزيشن. ومثلا هي دي مش حته رينكلد اريا، فبلاش قوي ان انت تخش نفسك في رينكلد اريا، لان رينكلد اريا مشفته شويه كده، فبلاش تقول قوي رينكلد اريا يعني. المهم ان هي hearing and memorization will be impaired، او لو الشخص no hearing no memorization. اكتب اي كلمه تفهمه ان انت عارف ان الجزء ده الفانكشن بتاعته hearing وميمورايزيشن، فهيتاثر لو ما الجزء ده باظ. What is the function of structure A؟ هو هنا مشاور لك على structure A اللي هو السيربيلم. السيربيلم ده اللي هو مسؤول عن كتير من الاوتونوميك نيرفس الاوتونوميك نيرفس سيستم فانكشن، اللي هو مثلا بينظم ال ايه تاني، بسم الله الرحمن الرحيم، بينظم ايه اللي هو الانفولانتري فانكشنز زي البريتنج. كان برضو ليه علاقه بالسكشوال اكتيفيتي، كان ليه علاقه بالايه تاني، بالبلاد بريشر، اي حاجه بقى تفتكرها انفولانتري. تعالى برضو ايه نراجعها في السلايدز عشان ما بقاش ناسيه معلومه. ماشي يا ولاد، انا بمتحن دلوقتي ففي حاجات بس بتحل محل حاجات، مش كده هتلاقوني بس ناسيه شويه حاجات، معلش. السريبلم كان بيتحب بيعمل ايه؟ تمام. السريبلم فهو سوري جدا، انا اسفه جدا، هو مسؤول عن البودي بوستر والايكوليبريم، وهو عنده يعني هو بيعمل كوركشن، يعني من الاخر بيعدل البودي بتاع جسمك، بس في نفس الوقت كان انا فاكره ان هو كان ليه حاجه ليها علاقه بالموضوع ده، خلاص يمكن انا نسيت، مش مشكله. تمام. يبقى هو السريبلم مسؤول عن البوستشر بتاع البودي، حتى كده موجود ورا كأنه بيوزنك يعني. تمام. فالسريبلم مسؤول عن البودي بوستشر، مسؤول عن المينتيننج بتاع البودي بوستشر. كده جروب 1 صح؟ تمام. تمام. what is the type of this joint؟ كنا احنا اتفقنا ان ده الجزء اللي موجود عند الرجلين، وكنا قلنا دي اساسا عظمة الرجلين، وان ده عظمة الفيمر، ودي عظمة التibia التخينة، ودي عظمة الفيبيا الرفيعة، ودي عظمة الباتيلا. وكنا قلنا الجوينت اللي موجود في المنطقة دي اللي هو تقريبا البيفو، بس أنا مش فاكرة مين العظمة. عارفين الجزء ده بيكون لذيذ جدا من كتر النسيان اللي الواحد بينساه فيه، ربنا يعينكم. كانت ايه التايب اوف جوينت اللي هنا؟ هو بيسأل عن انهي جوينت؟ هو لو بيسأل عن اللي فوق بول اند سوكت، ثواني كده نشوف هو بيسأل عن انهي جوينت. what is the type of this joint؟ تمام، هو ما شاورش، هو اكيد يقصد الجوينت بتاع الركبة. فثواني بس هتأكد من حاجة. الجوينت اللي موجود في الركبة يا شباب اسمه ساينوفيال جوينت، انا مش فاكرة قلتها لكم ولا لأ، بس يعني معلش احفظوا لحد بس ما نخلص بقية الجوينت في السكيلتال سيستم. هو ده كده اسمه ساينوفيال جوينت، اللي هو الجوينت اللي موجود في الركبة، ساينوفيال جوينت. طب انا ليه ما قلتش بول اند سوكت؟ عشان هو اساسا مش جايب لي حته الفيمر يعني مش جايب لي حته الفيمر المتصله بالبلفكس، فمش هقدر اقول ان ده ساينوفيال جوينت، مش هقدر اقول قصدي ان ده بول اند سوكت جوينت. تمام. نكمل. هيكون هو هنا جايب لك تو سلايدز، للاسف مش هقدر ان انا اتوقعهم، فهيبقى مطلوب منك انت تكتب اللوكيشن بتاعهم، وهيبقى مطلوب منك ان انت تكتب السيل كاركترستكس بتاعتهم. بعد كده هيقول لك draw complete labeled diagram the unit structure of the tissue which appear under the microscope number 4. فانت هتعدي على ميكروسكوبات، ميكروسكوب رقم 1 تحتيه ايه؟ تقوم كاتب هنا، تقوم كاتب هنا سريعا كده. طب ميكروسكوب رقم 2 تحتيه ايه؟ تقوم كاتب هنا. بعد كده بقى لما تقعد تفضل بقى تكتب في اللوكيشن بتاعهم في الكاركترستكس بتاعتهم. فانت الامتحان بيمشي ازاي؟ انت هتخش هتقوم معدي على ميكروسكوب رقم 1، وبعد كده ميكروسكوب رقم 2، بعد كده ميكروسكوب رقم 3. كل واحده من دول بتقوم انت اكيد مش هتعتمد على ذاكرتك، اكيد بتقوم انت كاتب اللي انت شفته، تكتب اللي انت شفته. ولو انت نسيت اللي انت شفته ممكن تكتب كده بالعربي حاجه جواها خرم كتير وجواها لحمه حمراء، مش عارف، حاول يعني ان انت ايه تكتب اللي انت شفته بحيث ايه يعني تبقى انت مطمن يعني. بعد كده هتعدي على الميكروسكوب رقم 4، شفت مثلا نيرف سيل تكتبها. بعد كده تقوم معدي على الودان، يقوم هو يسألك على كام ليبل تكتبهم. بعد كده تقوم معدي على المخ، يسألك على كام ليبل تكتبهم. لما تقعد بقى هتبقى انت مجمع الاسامي بتاعت الحاجات، تفضل بقى انت تقعد تكتب 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 تكتب. حاول انت تكتب الاساسيات، بعد كده لو انت عايز تزود تبقى تزود. ماشي. تمام. ما تخليش الرسم في الاول، انت لو رسمت في الاول هتفضل يعني تقعد فترة طويلة تخلص في الرسم وهتبقى بطيء.
موديل رقم 2. don't touch a microscope just look at the microscope رقم 1 وبص على التوتال ماجنيفيكيشن باور بتاعه، وعلما بأن الاي بيس هنا الماجنيفيكيشن بتاعها 15. برضه هتكتب القانون وتخلي بالك بان تبص هنا اللي موجوده البروجكتيف لينس اللي لونها احمر ولا لونها اصفر والى اخره. ده جايب لي برضه ودان، شاور لي على الرقم ايه اللي هي البنه، وبيقول لي explain why the adaptation of the structure that indicated by the letter A. يعني يقول لي ايه الادابتيشنز اللي حصلت في الاستراكشر ده. فتقوم انت قايل ان هو شبه الفانل، ان هو فانل لايك، فده بيخلي ان هو بيعمل كومبريسنج للصوت جوه الودان، فبيعمل له كايند اوف امبليفيكيشن، وبيخلي ان هو ايه تاني آه، م- 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 مثلا ايه تاني مثلا اوكي structure B ده، بس انا هرجع لك تاني على structure A عشان بس عايزه اقول لك على حاجه عليه. structure B اللي هو دي كده عندي ميليوس وانكس وستيبس، فهتقوم انت قايل ان دي عظمه الميليوس ما بين قوسين كده، والفانكشن بتاعتها ان هي بتبقى عامله زي احنا قلنا ده هامر، وده عامله زي الانفل، بتبقى عامله زي الانفل، وبتنقل الفوليوم او بتنقل الميكانيكال ويف من التمبانيك ممبرين للستيبس. يعني هي بس مجرد الفانكشن بتاعتها ان هي بتنقل. ثواني. امتحان البيولوجي حرفيا بيبقى عسل، يعني عسل عسل عسل. اوكي. م -م 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 -م. تمام، هي الادابتيشن بتاعت الفانل زي ما احنا قلنا اللي هي بتكون يعني عامله بشكل الفانل، البنه قصدي بتبقى عامله بشكل الفانل علشان تساعد بالمنظر ده. ممكن بقى ان انت تقول آه تقول ايه تاني، تقول ان الاير بيكون فيها جزء من الكارتلج، بحيث ان انت يعني تفهمه انك فاهم، بس يعني مش هتبقى ضروريه قوي. تمام، فده كده السؤال ده والسؤال ده. نيجي هنا لده. explain what happens if the structure A is exposed to high light. هو هنا مشاور لي على، بص انا مش شايفه هو مشاور لي على اللينس ولا مشاور لي على هو اكيد هيكون مشاور لي على بيوبل، يعني اكيد مش هيشاور لي على اللينس، اكيد هيشاور لي على بيوبل. بيقول لك ايه اللي هيحصل لما الستراكشر ايه ده هيتعرض لضوء عالي. فالستراكشر ايه لما هيتعرض لضوء عالي، الايرس هتبتدي ان هي تعمل ناروينج للبيوبل اوبننج. الايرس هتبتدي تعمل ناروينج للبيوبل اوبننج in response to the high intensity of the light. اوكي تمام، يبقى كده الايه اللي هو البيوبل بتاعتي هتضيق يعني. تمام. what would happen if part A is subjected to shock. جايب لي part A اللي هو الاوكسيبيتال لوب، وبيقول لي لو تعرض لصدمه ايه اللي هيحصل. فالشخص الفانكشن بتاعت الفيجن بتاعته هتتأثر will be impaired and will lead to blindness. طيب structure B ده اللي هو السيربلم. what are the sensory centers that located in the part B. فده كده السيربلم اللي هو بيكون مسؤول عن البادي بوستر وعن الايكوليبريم بتاعت البادي. عندي بعد كده what is the type of this joint. فين تمام، هنا مفيش غير جوينت واحد اللي هو في المنطقه دي اللي هو بول اند سوكت. فده كده ده تايب اوف ذا جوينت، وبين قوسين تكتب ان هو بيسمح بحركه 360. write down the name of the structure. فA دي عظمه الهيومرس، B دي عظمه الكلافيكل، وC دي عظمه السكابيولا. ممكن تكتب ما بين قوسين ان B وC ما بين قوسين دول الشولدر جيردل. تمام، برضو مقارنه ومش هبقى عارفه انا ما بين ايه وايه. تعالى نشوف الموديل الثالث. مايكروسكوب. بيقول لك calculate the total magnification power. What is the structure that indicated by the letter A what if the structure that indicated by letter A becomes rigid. جايب لي التمبانيك ممبرين، وبيقول لي ايه اللي هيحصل لو هي become rigid. فانت بقى ترجي it will not move in response to a mechanical wave and will not move the middle ear bones اللي هم الماليوس والانكس والستيبس. وفي الاخر هتؤدي اللي هي هيبقى الساوند will be impaired، والشخص هيبقى أصم، اللي هو هيبقى دف. اسمها دف، مش فاكرة أوي. الشخص هيبقى أصم يعني. شوف أنت هتكتب دي إزاي، إن هو الشخص won't hear أو can't hear. من الآخر يعني ما تقعدش تكتب لي باختصار كده اللي هو إيه مش هيسمع، مش هيشوف، أصل رجله هتوجعه. لأ، قول لي إن هو إيه التمبانيك ممبرين ده، تفهمني إن هو
هي يعني هو ده اللي كان بياخد الميكانيكال ويف. فانت تقولي ان هو won't be able to sense the mechanical wave and transfer it to the middle ear bone اللي هو الماليس والانكس والستيبس and further او يعني in response او in order او اسمها ايه، انا مش عارفه الكلام عندي متلخبط خالص. آه، اللي هو as a sequence يعني او as a consequence مفيش mechanical wave هتوصل للستيبس، مفيش mechanical wave هتوصل للinner ear او للكوكليا، فبالتالي مش هيبقى فيه صوت. explains adaptation of the structure that indicated by the letter B. يعني وضح لي structure B ده هيبقى عامل ايه. برضه نفس الفكره، بس هنا بقى هو مش موضح قوي، هو هنا يقصد البنه ولا بدايه فتح الاوديتري كانال. فانت بقى تتكلم بشكل عام ان الاستراكشر ده هو شبه الفانل، وبالمنظر ده هو بيخلي ان هو الصوت يبقى more compressed فبيحصل له amplification الكلام ده بقى. explain what happen if the structure A is damaged. structure A وهنا مشاور لي على الاوبتيكال نيرف. فانت تكتب ان هو الاوبتيكال نيرف will not be able to transfer السنسوري signal from the sclera ما بين قوسين الرودز والكونز to the brain ما بين قوسين الاوكسيبيتال loop so images when won't be processed. والاخر في الشخص مش هيشوف، او ما بين قوسين بقى تعمل بلايندنس. بس ارجوك ما تجيش تكتب لي عمى على طول، لو كررت هي الكلمه كذا مره ما تجيش تقولي هيتعمي مش هيشوف بطنه هتوجعه، لا وضح هو ايه بالظبط اللي هيتاثر. تمام تمام. طبعا انا عارفه انتوا الانجليش بتاعكم هيكتب احسن من كده، وان انتوا هتكونوا مركزين اكتر من ان انا مركزه دلوقتي، بس عشان بس انا ايه عندي امتحانات وتعبانه، فعشان كده الانجليش بتاعي حاليا سيء جدا. فانتوا حاولوا ان انتوا يعني تكونوا مظبطين الانجليش او مظبطين الالفاظ بتاعت اللي انتوا هتكتبوا بيها ان شاء الله في الامتحان. تمام، عشان بس انا كلامي مش مجمعاه دلوقتي قوي، فانت لازم قبل ما تروح الامتحان بكره تكون نايم كويس، ما تكونش زي كده عشان تكون عارف تجمع الكلام في الامتحان. خلي بالك ان انا ايه يعني الكلام ده انا حرفيا مذاكراه 5000 مره وان انا مش نايمه، فده ايه مخليني مش مركزه، فما بالك انت بقى. فنام كويس ماشي. what would happen if the part X is damaged. مشاور لي على الفرونتال لوب وبيقول لي بارت اكس لو اتدمر ايه اللي هيحصل. فطبعا البيرسوناليتي هتتاثر، اي حاجه بقى في الجزء ده اللي هي الاويرنس هيتاثر، اللي هو الانتليجنس او الذكاء بتاع الشخص هيتاثر. ممكن تقول ان هي، بس هي بروكس اريا مشفته شويه، بس هي ممكن تقول بقى ان if بروكس اريا is affected فساعتها الشخص السبيكينج ability بتاعته will be برضه will be impaired او برضه هتتاثر. ف حاول يعني كل تكتب عكس الحاجات اللي هتحصل في الفرونت او الفرونتال لوب بيعملها. what is the function of structure Y. جايب لي برضه cerebellum، فبرضه انت هتقول ان هو مسؤول عن البادي بوستشر والايكوليبريم. ما تذاكرش بس الحاجات دي يا شباب، ذاكر كل حاجه. ده نفس السؤال اللي احنا لسه حالينه من شويه. جروب 4 مفهومش تقريبا اي حاجه زياده. الميكروسكوب، الاستيكيان كانال مفيش اي اختلاف، وعندي العين هنا بس في اختلاف في العظم، تعالوا نشوف. ماشي. هو هنا بيقول لي sensory centers اللي located في بارت بي، فانت تقول ان بارت بي هو هيبقى located فيه السنترز اللي ليها علاقه بالموتور موفمنت، وبارت ايه هو اللي بيكون ليه يعني اللي هو البرايتال لوب اللي بيكون فيه السنسورز اللي بيكونوا متعلقين اكتر بالسنسوري functions. فلو part A is affected فطبعا ان انت تتكلم ان sensory functions will be impaired، فشخص مش هيحس بالحاجات بشكل كويس. وبارت B اللي هو الفرونتال لوب، فالسنسوري سنترز بتاعته حاجات كتيره زي بروكس اريا اللي مسؤول عن السبيكينج، زي الموفمنت او يعني اللي هو الموفمنت اريا برضه هتتاثر، في ساعتها الشخص هيبقى عنده مشكله في البادي موفمنت بتاعته. what is the type of this joint. فالجوينت اللي هيكون موجود في المنطقه دي هو واحد بس اللي هو بول اند سوكت. طبعا ده عظمه الفخذه متصله بعظمه البلفس، فده كده بي، دي كده عظمه البلفس. ايه كده اوكي. هو سي دي الفيمر، عظمه ايه دي البلفس، وبي برضو البلفس، بس هو عايز يفرق ما بينهم. في ثواني بس نرجع كده عشان افرق لك ما بينهم. طلع بيفرق ما بينهم يا ولاد، او طلع يعني هركز في حته البلفس دي، فاوري لك بس حاجه كده عشان اجمع لك بيها. ماشي تعالى نروح لهنا، ده خلاص كده اخر حاجه. م- م- م. العظمة اللي في النص في البلفس دي كان اسمها ايه؟ يا حقيقي حقيقي ربنا يعينكم. سنة تالتة بالذات لعلمي علوم أنا فعلا بعتبرها أصعب، بس إن شاء الله هتوصلوا في يوم من الأيام إن انتوا تبقوا مرتاحين أكتر. ماشي. تمام، احنا عندنا دي الكوكس، سوري الكوكس اللي هي دي. عندي ده الإليوم،
وعندي الحته دي اللي هي الاسكيم، وده البيوبس اللي هو اللي في النص. فبالتالي هو هيكون بيفرق لي ما بين الإليوم والكوكس، وكل ده على بعضها الكوكسال بون. تعال نشوف تاني هو كان بيسألني على ايه. جروب 4. هو هنا بيسألني على هنا اللي فوق دي هتبقى الإليوم، واللي تحت دي هتبقى البلفس بون، او اللي هي البيوبك بون. ممكن تقول دي وتقول دي. وسي طبعا هو الفخدة الفيمر، والتايب اوف جوينت اللي هنا بول اند سوكت. طيب اتمنى ان انت تكون استفدت. بس انا عارفه ان يعني بجد سنه ثالثه علمي علوم، انا عارفه انها تقيله وعارفه ان هي فعلا صعبه، بس صدقني احنا هتعدي. انا عارفه انها هتعدي وانت تعبان، وهتعدي وانت مرهق، بس صدقني انت هتنسى وعادي هتتبسط، وهتقابل في حياتك حاجات اصعب من كده. انا بس عايزاك على قد ما تقدر حاول ان انت تركز وتجتهد النهارده، تفضل تعيد في البرزنتيشن، تعيد في الريكورد، بس يعني ما تفضلش تسمعني كتير. يعني اسمعني هي دوبك مره مره مرتين كده وسريعا وخلاص، وتفضل بعد كده تقرا وتذاكر وتسمع لزمايلك. لازم تسمع وتسمع، تسمع وتسمع، ما تعملش بس ان انت تسمع، لان انت لو سمعت بس المواد بكره هتخش في بعضها. لو عندكم اي سؤال اسالوا لي على الكومنتس بتاعت اليوتيوب، او اسالوا لي في التليجرام تشانل. وعايزه افكرك ان لو احنا جينا حسبناها بالعقل، فالمعلومات دي كلها كتيره قوي على المخ البشري، واكيد هتفوت منهم حاجات. فحاول انك بعد ما تخلص المذاكره تستودع ربنا المعلومات اللي انت ذاكرتها، اللي هم يا حتى الادعيه نسيتها اللهم إني استودعتك ما حفظت ما تعلمت فرده لي عند حاجتي إليه. وقبل الامتحان تقول اللهم إني أسألك أن ترد لي ما استودعته عندك يا الله. وربنا يعينكم يا شباب ويفتح عليكم. معلش إن أنا إيه يعني بالمنظر السكران ده، بس فعلا إيه يعني أنا بس داخلة في أو أنا بمتحن يعني، فعلشان كده الموضوع معايا صعب شوية باي باي يا شباب، ادعوا لي وأنا كمان هدعي لكم.